جمعت موسكو إذن مرة أخرى على طاولة المفاوضات وفودا من المعارضات السورية إلى جانب الوفد الرسمي الحكومي. هذه الأطياف من المعارضات كانت مختلفة الانتماءات السياسية، ولكن ومع كل التباينات السياسية والانتماءات السياسية الواضحة التي كانت موجودة في موسكو اثنين، إلا أن لقاء موسكو وضع الجميع أمام مدى جدية الأطراف. أولا بأن يكون هنالك حل سياسي يحتاجه السوريون الذين باتوا بشكل يومي يتعودون على مناظر القتل والدماء، ومن جهة ثانية أكد موسكو وكان أيضا اختبار للأطراف المشاركة إذا كان من الطرف الحكومي أو من طرف المعارضات المشاركة مدى الالتزام المطلق بالحلول السياسية وتجنيب البلاد الويلات والكوارث والقتل الذي بات من يوميات السوريين. موسكو اثنان إذن استطاع من خلاله المشاركون أن يصلوا إلى ورقة موحدة عنوانها تقييم الوضع الراهن في سوريا. انطلاقا من هذا البند العريض كان هنالك عدة بنود أتت تباعا ليتم مناقشتها، إلا أن البند رقم 2 وهو مكافحة الإرهاب كان مؤلفا من 12 نقطة لم يتم التطرق إليها كافة. نتحدث هنا عن أن اعتبار الجميع أن اعتماد وثيقة حول تقييم الوضع السياسي، ومن وجهة نظر المعارضين والوفد الحكومي الرسمي أنها نقطة سجلت لمصلحة المشتركين لمصلحة الوسيط الروسي، إلا أن بعض المعارضين الذين لم يحضروا موسكو اثنين قالوا بأن حضور المعارضات السورية إلى موسكو اثنين زاد في تفتيتها، زاد في عدم قدرتها على تشكيل على الأقل تكتل سياسي واضح، وكان هنالك انتقادات كبيرة للمعارضين الذين حضروا إلى موسكو اثنين. نتحدث من خلال هذا الحوار مع ضيوفي من الطرفين عن عدة أسئلة. أولا، ما هو تقييمهم لموسكو اثنان؟ هل استطاع أن يقدم على الأقل شيء من طموح السوريين الذين تطلعوا إلى هذه الطاولة التي جمعتهم؟ ونتحدث برأي المعارضين، هل فعلا لم يكن هنالك توافق من قبل الجميع على أن يكون نقطة موحدة مشتركة تجمعهم؟ نتحدث عن إمكانية أن يكون هنالك موسكو ثلاثة أم نحن خارجون مباشرة إلى جنيف؟ هل يوجد هنالك جنيف ثلاثة كما تحدث العديد من المعارضين في الخارج؟ ومن ثم نتحدث عن الأفق القادم الذي يحتاج إليه كثير من السوريين، وما مدى جدية الطرف الحكومي أيضا بالالتزام بكل ما قدم على تلك الطاولة التي سميت التشاور حتى هذه اللحظة. مشاهدينا، اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام. الشيخ نواف طراد الملحم، أمين عام حزب الشعب، أهلا ومرحبا. أهلا بكم، مساء الخير. الدكتور لكم. أحمد الكزبري، وحضرتك عضو مجلس الشعب السوري والعضو المفاوض أيضا الحكومي، أهلا ومرحبا. مساء الخير. الأستاذ فاتح جاموس، القيادي في جبهة التغيير والتحرير المعارضة، يا هلا. هلا، شكرا. أهلا وسهلا. السيدة مجد نيازي، أمين عام حزب سوريا الوطن، أهلا وسهلا. أهلا فيك. الأستاذ ياسر كريم، نائب الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي، نائبا لمحمود مرعي، أهلا ومرحبا. يا مرحبا. أبدأ سؤالك أستاذ ياسر بالتقييم المبدئي بعد اجتماعكم أنتم في الهيئة عندما عدتم إلى دمشق. هل تعتقد أنه كان هنالك جدية من الأطراف التي حضرت لقاء موسكو بأن يكون هنالك حل سياسي مستقبلي في سوريا؟ طبعا لكل اجتماع إيجابيات وسلبيات. نبدأ بالإيجابيات. أول إيجابية أنه موسكو اقتنعت أن هناك يجب أن يكون هناك حل سياسي، وهذا جيد وقد بدأ. ثانيا، السيد الجعفري قال هناك أن المعارضة هم شركاء في العملية السياسية، وهذا إنتاج جيد. وثالث شيء أن الحل السياسي بدأ بمكوناته العشرة أو بنوده العشرة التي يمكن أن يبدأ بها الحوار السياسي أو الإنتاج السياسي. بينما السلبيات، يوجد سلبيات كثر. ما الذي عنته الورقة بتقييم الوضع الراهن؟ ما الذي تعنيه؟ لأنه هي كلمة شطاطة، ما الذي تعنيه بالضبط؟ الوضع الراهن لا يكتب في ورقة، بل يسجل في سيديات ووثائق وكذا. الوضع الراهن وضع سيء للجميع، وجميع من في الشارع يريد أن يخرجوا من هذا الوضع. الوضع سيء، وضع قتل، وضع دمار، وضع شديد
في كل معاني الكارثة الإنسانية، أكبر كارثة إنسانية يمكن أن جاءت إلى هذه الكرة الأرضية. لذلك الوضع سيء، كله يتكلم ويدور حول كيف نخرج من هذا الوضع السيء. كان في كثير من وجهات النظر المختلفة حتى بتقييم الوضع، يعني بعد ما طرحت هذا البند على الأقل اختلفوا بتقييم الوضع الراهن، لكن أنتم في الحزب أصدرتم بيان بعد عودتكم من موسكو وتحدث عن عدة نقاط، أنه كان في بعض الحالات لو صار هيك، لو الوفد الحكومي مثلا كان في إشكالية ببعض النقاط كان ممكن تجاوزها. ما الذي عانيتموه بهذه النقاط التي كان من الممكن أن يتم تجاوزها من قبل الوفد الحكومي؟ هلا أولا الوقت كان ضيق، يعني اللقاء كان عبارة عن 4 أيام، يومين المعارضة ما بين بعض لتوصل لورقة، واليومين الثانيين مع الوفد الحكومي. في لا شك في جدول أعمال بدنا نمشي عليه وحسب الدعوة نحن موافقين عليه. لكن نحن كانت وجهة نظرنا أنه كان ممكن يعني تجاوز شوي المنهجية أو يعني المنهجية من الوفد الحكومي لحتى لإنجاز عدد أكبر من النقاط المشتركة. بنفس الوقت بالمنهجية، شو المقصود بالمنهجية؟ لحظة من فضلك. كان في من الطرف المعارض أو طرف المعارضات الموجودة كان في فوضى، كنا فوضويين بصراحة، يعني لذلك هذا أخذ وقت أكثر. الطرفين كان يعني مثلا نحن توافقنا على كان أول بند وهو تقييم الوضع الراهن. تقييم الوضع الراهن، الورقة اللي طلعنا منها بلقاء موسكو هي ما بتحتوي فقط على تقييم الوضع الراهن، هي في منها إجراءات، يعني احنا تجاوزنا فقط يعني ومع ذلك اتفقنا عليها، يعني هي فيها شغلات إجرائية مو فقط تقييم للوضع الراهن. كان يجب انه نتجاوز يعني بعض الامور مثل ما عم اقول لك، يعني هو يمكن هي حرفيه منكم ما بدها يعني ما انا بدي ترجعي لي على المنهجيه. تمام، انه اولا شو بتقصدي ثانيا ثالثا 5 بنود لازم نخلص من اول واحد لحتى نبدا بالثاني. اوكي، ضد هاي الفكره انتم أنا بالحزب ولا انه لازم الوقت كان نحن حتى طلبنا من الاصدقاء بروسيا انه تمديد الوقت، يعني يعني لما بتعدي انت عم تحكي عن موضوع البند الاولاني 4 ساعات على كلمه قعدنا فيها، فكان ممكن انه مثلا كان البند الثاني هو عن الارهاب، اقترحنا انه الوفد الحكومي معه ورقه فيها يمكن 12 بند عن الارهاب، 10 او 12 بس 12 وهي كلياتنا طبعا ما كان حدا موجود، عم بحكي عن حالنا احنا، يعني لا شك الارهاب ما في حدا مع الارهاب وما في مواطن سوري ما بيعرف شو الارهاب. من الطرف الحكومي جديه بشو؟ بان تكونوا شركاء حقيقيين في المرحله، يعني فيك تقولي 70% و30%. لا فعلا موضوع الارهاب، الموضوع لا شك بند الارهاب جدا مهم وكلاتنا عم نعاني منه، الموجودين بيعرفوا شو الارهاب، وكان فينا مثلا انه موضوع الارهاب عاد ما نناقش 12 بند عن الارهاب كان فينا نختصرهم شوي ل4 5 بنود، مو لشيء بس حتى نقدر نخلص لبند ثاني، يعني عرفتي كيف؟ يعني هي بديهيات الارهاب صارت بالنسبه للسوريين، موضوع الارهاب صار بديهيات. ولكن ضمن حضرتك تقولي انه بديهيات، قرأنا بعد موسكو 2 كثير من التحليلات من قبل المعارضة بانه اساسا تعريف ارهابي مختلف عليها حتى هذه اللحظة من قبل المعارضين، لانه كثير في نزلوا بيانات بهذا الموضوع، يعني لم يتم التوافق من الجميع على من هو الارهابي، فهي نقطة كانت لابد من يمكن شخص واحد بس اللي اختلف، مو ما كان كثار اللي اختلف عن موضوع الارهاب. المعارضين في الخارج، ايه من المعارضين في الخارج. استاذ فاتح، كنت قبل موسكو تتحدث ايضا عن امكانية ان تتواجد المعارضة والمجتمع المدني كشركاء ايضا مع الحكومة السورية. اليوم لما عم نشوف
جو جديد في موسكو 2، هل تعتقد أنه معادلة المعارضة والمجتمع المدني قد حققت بالفعل، وكنت قد طالبت أن يكون في شخصيات مستقلة، أن يكون في أسماء قد تم تجاهلها لسنوات وهي تفعل على الأرض لكنها غير ممثلة وغير موجودة؟ أولا أنا أرغب بإجراء تصحيحين. التصحيح الأول، الورقة التوافقية ليس اسمها الوضع الراهن، اسمها نقاط تم التوافق عليها حول النقطة الأولى في جدول العمل، النقطة المسماة الوضع الراهن في سوريا. اثنين، لم تكن هناك ورقة مشتركة للنقاش حول موضوع الإرهاب، بل هي كانت ورقة من قبل الوفد الحكومي تحديدا، وكان الوقت ضيقا جدا، وهذه الورقة لم تتضمن أي تعريف للإرهاب إطلاقا. تضمنت شيء إن صح التعبير قانوني تشريعي ذو طابع عالمي وذو طابع قانوني محلي سوري، والخطوات الإجرائية التنفيذية يعني بمعنى وبآخر حول دور المواطن بقصة الإرهاب والعلاقة مع الجيش بالقصة والمؤسسات الأمنية. أما لم تكن هناك ورقة مشتركة، وكان هناك إمكانية فعليا أن تكون هناك ورقة مشتركة طرحت مشاريع أخرى بعد هذا التصويب. أنا أعتقد في عينة اللقاء في موسكو كانت هي عينة على درجة جيدة جدا من تمثيل الانقسام الوطني السوري ما عدا الأطراف الفاشية. ربما تواجد بعض الأشخاص هم في خط المعارضة المسلحة بصورة أو بأخرى حسب رأينا في تيار طريق طارق السلمي، هم جزء من جبهة فاشية واسعة. أما بقية العينة هي تحسنت بالمقارنة مع اللقاء الأول في موسكو، لكن السوريين لم يكونوا شركاء حقيقيين في مثل هذه العينة حول المجتمع المدني وحول فعاليات، خاصة الكتلة الواسعة من المجتمع السوري إن صح التعبير، التي تضع نفسها أو وعيها خارج كتلتي الحاضنة الاجتماعية لطرفي الصراع في سوريا. فبالتالي لو تدخل المجتمع السوري، لو تدخلت المعارضات السورية، لو تدخل أيضا الوفد الحكومي، لكانت هناك إمكانية فعلية تمثيل المجتمع المدني بطريقة أكثر فعالية وأكثر توازن بصراحة في العينة. مثلا العديد من الأشخاص كما أعتقد الذين حسبوا على المجتمع المدني هم موجودون في الخارج، وأنا يعني لا أعتقد أن هذا صحيح في تمثيل المجتمع المدني داخل سوريا. فعالية المجتمع المدني حيث يحصل الفعل، حيث مركز الفعل هو في سوريا، وهناك فعاليات واسعة جدا جدا تنتمي في طبيعة الحال إلى الانقسام الوطني السوري بكامله. أي المجتمع المدني ليس حصرا بالمعارضة وليس حصرا بجهة السلطة، بل هو موجود في كامل الانقسام، وكان يجب أن يجري تشاور بصراحة. لو هناك جهد وطني سوري مشترك قبل اللقاء التالي لكننا قد تمكنا من تمثيل هذا الطرف بصورة أكثر توازن. طيب اسمح لي لو سمحت دكتور فاتح، أستاذ فاتح، أقرأ لك بعض مما قيل من قبل المعارضين في الخارج بعد موسكو 2. برأي الكاتب الذي يقول إن بعض المعارضين في موسكو 2 لم يكونوا يمثلوا المعارضة الحقيقية، بل كانوا هم أقرب إلى النظام بشكل أو بآخر. سيزيد موسكو 2 مثل موسكو 1 الفاشل بين قوسين من ميوعة تشكيل المعارضة لنفسها كتكتل سياسي، ويزيد من تقسيمها المقسم أساساً. أنا بعتقد هذا الحديث طبيعي جدا من شخص أو من جهة أو من فعالية هو جزء من انقسام وطني، هو خارج له فهم للحدث السوري. أنا أجزم أن هذا صاحب المقال يؤكد أن هناك ثورة سورية وأن هناك شروط ثورية سورية، والمطلوب بالتالي إن صح التعبير استخدام وسائط ثورية تماما. وهو بعيد عن كل مفهوم الأزمة، بعيد عن مفهوم الحوار غير المشروط، بعيد عن مفهوم، ويسترخص الكلام ويتكلم بخفة عالية جدا جدا في الوقت الذي نواجه به كارثة. نحن على أبواب خطر مهدد تماما. العمل العسكري قفزي، العمل الجيوسياسي قفزي، العمل الاحتلالي قفزي في سوريا، وهو يسترخص الكلام بصورة إن صح التعبير بائسة تماما. هذه خفة بالحديث. بصراحة المعارضات هي معارضات في سوريا. داعش معارضة بالتأكيد للنظام وتريد تغيير النظام قطعا. الائتلاف هو معارضة. هذه تناوين المعارضة. معارضات تعتقد أن هناك ثورة، ومعارضات تعتقد أن هناك أزمة وحان الوقت للحوار غير المشروط. مثل هذه المعارضات التي تعتقد أن هناك أزمة وهناك ضرورة في الحوار الوطني، وهناك ضرورة في مسك مبدأ التشاركية في العملية السياسية وفي الوطن. بالتالي يجب أن نمضي إلى هذا المكان بسرعة بدون أي اشتراطات، بدون أي التباس، بدون أي ازدواجية في الشخصيات تماما. هذا الشخص يحرض بخفة عالية جدا
وأنا أعتقد هو أكيد يقف في صف المعارضة، ربما صف المعارضة الفاشل. طيب ومن حقي أن أقول هكذا عن لقاء موسكو، هو حر. رح نرجع لعدة نقاط لأنه أيضا طرح في هذا الموضوع وطرح في النقاش كثير من النقاط. دكتور أحمد كزبري وحضرتك عضو الوفد الحكومي أيضا إلى لقاءات موسكو إذا كان واحد أو اثنين، في عدة نقاط طرحت الآن ونقاط أخرى طرحت قبل. مثلا السيدة مجد نيازي قالت بأنه في بعض الحال كان في إطالة للوقت، كان في ممكن أن تختصر الورقة اللي قدمها الوفد الحكومي اللي هي من 12 بند مؤلف تحت عنوان مكافحة الإرهاب لأربع 5 بنود. وأضيف أن بعض المعارضين قالوا بأن من يمثل الحكومة يريد أن يكون عدوه داعش والنصرة فقط، يريد أن يختصر هذا الموضوع بالحكومة وداعش والنصرة. هل هذا دقيق؟ لا، في عدم فهم بهالطرح نفسه. أنا وقت عم بكون قاعد كوفد حكومي مع معارضة، أنا هدول عم بعتبرهم معارضة سلمية، أنا مالي قاعد مع معارضة مسلح ولا مع إرهابيين، هذا شيء أساسي بالفصل بيناتهم. داعش والنصرة وغيرها هدول منظمات إرهابية، يعني هلا الأستاذ فاتح وقت قال عنهم داعش معارضة للنظام، أنا بعترض على الكلمة. هي مو معارضة للنظام، هي منظمة إرهابية، هي عم تقتلك وتقتلني وعم تقتل أي سوري. فأنا وقت تكون قاعد أنا وياك بأي مؤتمر بيصير وين ما كان، هذا عم بقعد معك أنا لأنه أنا عم بوافق بمثل كحكومة وأنت كمعارضة سياسية سلمية. نحن مختلفين على برنامج سياسي، مختلفين على برنامج ثقافي، على برنامج اجتماعي، اما مو بنجي بنقتل بعضنا وبنحمل سلاح على بعضنا. حسن عبد هذا العظيم، شيء اساسي. حسن عبد العظيم نقطة يقول ثانية بس اسمحي لي بس بدي جاوب عليها، موضوع دعوة المجتمع المدني كمان اللي تفضلوا فيها. بس بحب اوضح فيها، نحن كحكومة سورية ما لنا علاقة بالاطراف الموجودة. مزبوط. الاطراف الموجودة هي من اختيار الوسيط والميسر الروسي. يعني نحن أبلغنا بأسامي الأطراف الأخرى الموجودين قبل 48 ساعة من بدء المؤتمر. نحن وافقنا على حضور المؤتمر وقلنا انه لازم يكون في اليات خلافا لموسكو واحد، يكون في عندي جدول اعمال، بس انا ما لي علاقه مين الاطراف الموجوده الاخرى واللي تم دعوتها من قبل الميسر الروسي. هي نقطه كثير هامه، يعني انا مو انا اللي مختار مين اشخاص المجتمع المدني اللي بدي انا اخذهم لموسكو، مو انا بقول له والله بدي فلان وكذا وباخذهم وبطلع، لا بتحاور انا هون وقت بدي اعمل هيك. فهي نقطه كثير هامه، الميسر الروسي هو اللي جايبهم بدليل تنوعهم. يعني اذا شفنا كان كل مين منهم لاقرار المعارضات نفسهم انه هن كل مين يتبع دوله مختلفه عن الدوله الاخرى، رغم انه اغلبهم عايشين برات سوريا، ما لهم عايشين جوا سوريا من عشرات السنين. شو بتقصد يتبع دوله؟ يعيش في دوله ام انتمائه لهي الدوله؟ في هيك وفي هيك. طبعا عايشين برا، كلهم عايشين برا بغالبيه المجتمع المدني اللي كان موجود. بدنا نرجع للنقطة الأولى أنه الوفد الحكومي يحاور الدول اللي أرسلت هي الشخصيات، بدنا نرجع لهي النقطة ولا لا نحن هلا صفينا مع شركاء حقيقيين في العملية السياسية كمعارضة؟ هلا شوفي، الحكومة السورية واضحة بطرحها للنقطة هي، نحن مستعدين لمحاولة أي شيء، بس في نقطة كل مين في بعضهم منهم، نحن ما عم نجمل يعني الأطراف، في أطراف في إلى أجندات مرتبطة فيها فجاي عم تحاول تفرضها، ممكن يكونوا جايين يفشلوا الاتفاق اللي ممكن يصير شيء. ومثل ما حكى الأستاذ هلا فاتح، يعني في بعض الأشخاص جايين كاسم معارضة شعروا أنه ممكن يصير توافق بين الوفد الحكومي وبين وفود المعارضات أو جزء منها، فحاول يفشل بطريقة سواء داخل الاجتماع من في أعمال قاموسية وسواء خارج الاجتماع يسودوا يعني. رح نحكي هون كأمثلة كثير ممكن تمرق معنا، لكن بدي أرجع على النقطة يلي جاوبت عنها فيما يتعلق بداعش والنصرة. حسن عبد العظيم وهيئة التنسيق وبعض الشخصيات الأخرى تقول بأن الوفد الحكومي يريد أن يختزل القضية السورية كلها، بأن العدو الموجود فقط هو النصرة وداعش ولا يوجد عدو آخر. هل هذا دقيق؟ لا أكيد ما دقيق، بس لأنه يعني إذا عم تحكي كمنك سميتي بالأسماء كهيئة التنسيق، نحن بعد ما صار التوافق على البنود العشرة وبالإجماع، وهي نقطة كتير كتير هامة، يعني ما حدا من المعارضين تحفظ على أي نقطة، تم الاتفاق على النقاط كاملة وأقرت الورقة بالإجماع، وبعد ما صار الإجماع تم تصفيق بالقاعة كلها، يعني دليل رضا داخلي من كل الاشخاص الموجودين، ما عدا سلبيه السيد سمير عيطة بغض النظر، بس يعني بس هو نحن معترض يوم بالداخل فكله وافق عليها.
هلا هيئه التنسيق بالذات الاستاذ حسن عبد العظيم كانوا بدهم ينتقلوا مباشره للبند الثالث اللي هو اجراءات الثقه. بالتالي نحن وقت عم نقول انا في عندي موضوع الارهاب، يعني هلا معلش انا ست مجد هلا حطيت مثال انه انا عندي ممكن 4 بنود اختزلوا، موضوع الارهاب لا يختزل ب4 بنود يا ستي، نحن يعني ولا حتى 12 بند قليل عليه. المفاوضات يعني دائما ما بتصير اصلا لا بيوم ولا باثنين ولا باسبوع، يعني البرنامج النووي الايراني اللي اليوم وصلوا 15 سنه عم يتفاوضوا، نحن تفاوضنا مع الاسرائيليين 10 سنين وما وصلنا لنتيجه، بس كمان كنا قاعدين على طاوله حوار عم نتفاوض. فانتم يعني الازمه السوريه ما لها بالسهوله. كنتوا عم تتفاوضوا بموسكو؟ لا عم نتحاول. لا في نقطه هي نقطه هي جاي، انت اخذتي السؤال الثاني تبعي. نحن هو حوار تشاوري. هالحوار التشاوري، فانا بدي ارجع لك بقى للنقطه هون. نحن قلنا هالبنود اللي انحطت هي تقييم الوضع الراهن، هي فعليا لازم تتكمل اذا بدك، بس لانه نحن تقيدنا بجدول الاعمال، يعني الميسر الروسي وقت حط جدول الاعمال قال رقم 1 تقييم الوضع الراهن في سوريا. هلا النقاط ال10 هدول اللي طلعوا هن فعليا كلهم مستقبليات، ما عم يقول لك شو عم يصير على الارض، اللي عم يصير على الارض كلياتنا بنعرفه وكلياتنا حافظينه، بس فعليا هدول اذا بدك تقولي يعني تعريف يكون البند هو النقاط التوافقيه حول تقييم الوضع الراهن لما هو سوف يصبح في المستقبل، يعني اذا هيك بدك تمشي فيها نقاط استراتيجيه هي اللي نحن عم نتفق عليها، اللي ما ممكن نختلف عليها، هي بنايتها. هلا كل شيء بده يصير اتفاق عليه مثل ما حكينا بالبنود كلها يعني نتفق عليها، انت عم تحطي اسس اساسيه. طيب. بدي اروح انا بقى لموضوع الحوار هون بروح بقى. طيب. بعض المعارضين ومنهم الاستاذ حسن عبد العظيم بده مباشره يدخل بالاليات. رح نرجع نسلط الضوء على أكثر من نقطة متعلقة أيضا بشو اللي صار جوا، وهل ممكن أن ننتقل إلى الآليات مثل ما قالت هيئة التنسيق. لأسأل الشيخ الملحم فيما يتعلق بموضوع العشائر. المرة الماضية أثناء الندوة حوارية كان في رسائل وصلت، وحضرتك تحدثت أيضا أنه من يمثل مجلس العشائر، لماذا متواجد هنالك، ما حقيقة الأمور ومن يمثل من، وهل فعلا العشائر السورية ممثلة كما ترغب هي على الأرض في موسكو 2؟ بداية مساء الخير لك وللضيوف والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الجلاء وبمناسبة أعياد الفصح لكل سوريا وشعبها إن شاء الله بألف خير. بالنسبة لمؤتمر أو لقاء موسكو 2 التشاوري، أنا شخصيا تقييمي له كان ناجح بنسبة 80%، وخاصة في الورقة التي وقعت من المعارضات ومن الحكومة، ممثل الحكومة بتوافق على كل النقاط، وأنا أعتبرها هي بحد ذاتها هذا نجاح وهذا تحقيق أساسي يبنى عليه، إن كان من النقاط من جدول الأعمال أو غيره، ولكن هذه النقاط كانت هي أساسية لما يتطلع فيه السوري بشكل عام إلى سوريا، إلى دولته، إلى مكافحة الإرهاب، بكل النقاط التي ذكرت. أما فيما يتعلق بممثل العشائر، طبعا أنا وتعلمون من موسكو 1 كان هنالك دعوة خارج الحزب وجهت لي وشرفت بمن فوضني من شيوخ العشائر بأن أكون مفوض وممثل للعشائر السورية، ونفس الشيء بموسكو 2. ولكن طبعا هنالك أصبح اللغط هنالك بمن يسمى مجلس قيادة العشائر. مجلس قيادة العشائر هو بالحقيقة مؤلف مكون بأشخاص من شخصين يدعون بأنهم يمثلون العشائر، هم طبعا من أبناء العشائر المنطقة الشرقية، ولكن مع احترامي لهم. من هن؟ شخص متواجدين في سوريا؟ واحد بالسعودية، مقيم بالسعودية، اسمه حمد العلي، وشخص اسمه حبيب عباس حبيب أو عباس. ما المانع بتواجد هؤلاء؟ لا مانع، ولكن المانع هنا أنك تقول أنا ممثل مجلس قيادة العشائر، وليس هنالك مجلس قيادة عشائر أصلا في سوريا. إذا مجلس قيادة عشائر والعشائر لا تعلم عنه ولا شيوخ العشائر يعلمون عنه، مع كل أسف طبعا اعترضت. يعني حضرتك تعترض على التسمية؟
طبعا اعترضت أنا باسمي الشخصي وباسم شيوخ العشائر المفوضين أنه هذا المسمى غير صحيح، وإن كان هنالك من يمثل مجلس قيادة العشائر، هنالك شيوخ عشائر يجب أن تكون هي حقيقة. لمن اعترضت؟ للوسيط الروسي؟ طبعا اعترضت للوسيط الروسي، وفي اليومين الأولين، وعندما أتت الحكومة ومفوض الحكومة كذلك عرفوا بنفسهم إنهم مجلس قيادة العشائر، واعترضت على ذلك، وهذا ما أكده حتى الروسي والمفوض الحكومي بأن لديهم كتب طيب. من شيوخ العشائر تنفي هذا المجلس ولا تعترف فيه ولا يمثلها. طيب أنا قبل ما أنقل إلى التقرير، هل تعتقد أن الفارق كبير بين موسكو 1 وموسكو 2 بالبعد السياسي، خاصة أنه موسكو 1 كان ركز أيضا على البعد الإنساني؟ هل في ممكن أن يكون قفزات إنجاز التعبير بالبعد السياسي؟ طبعا أنا أعتبر هنالك قفزات، وهنالك يعني ما حققه موسكو 2، ولا بالتأكيد هو على أرضية موسكو 1، ولكن كان الفارق اليوم بموسكو 2 أنه هنالك جدول أعمال مبني عليه من أساس موسكو 1، من مبادئ موسكو التي كذلك اتفق عليها. يختلف التقييم بين موسكو 1 وموسكو 2 أولا للآلية للجدولة، ونحن أنا هنا أسجل بالنسبة للمعارضة باليومين الأولين لو كانوا يعني حتى الوقت داهمنا وأخذ معنا النقاش كثير، ولم يكن هنالك من هو مجهز نفسه، في منهم آتي ولا يعرف على إيش شو بده يطرح، كثير من الأشخاص لا أريد أسميها، ولكن يعني بس أنا أنتم كمان كمعارضة في سوريا ما خرجتوا بورقة واضحة وحكينا بهذا الموضوع، ما كان عندكم أجندة كمان واضحة طلعتوا فيها؟ طبعا اعتبرت الأحزاب أنه كل حزب له وجهة نظر وله رؤية وله، طبعا نحن قدمنا كل الأحزاب الموجودة هناك طيب. قدمت رؤيتها ووجهة نظرها بالنسبة للحل السلمي للأزمة السورية وأفكارها وتطلعاتها بهذا الأمر، ولكن باليومين الأولين أدرك الوقت وضاع بنقاشات لو كانت على جدول الأعمال وماشيين فيه نقطة نقطة كنا استفدنا أكثر، وجدول الأعمال لم يعني حتى ما مشينا عليه إلا بعد ما إجا المفوض الحكومي بدأنا بالنقاش بجدول الأعمال. تم تحقيق ورقة من 12 نقطة اتفقت عليها كل المعارضة، كثير من النقاط هاي بدنا نسأل عليها بعد الفاصل، إنه هل الورقة المعارضة يلي قدمت أساسا قبل أن يأتي الوفد الحكومي أخذ فيها الوفد الحكومي؟ كان في بعض النقاط المشتركة؟ بعد أن نسلط الضوء على هذا التقرير، ماذا يعني موسكو 1 وموسكو 2، وما هو التغيير الذي حصل من وجهة نظر كاتب التقرير؟ لا ندري إذا كان بالإمكان تسمية هذه الجولة موسكو 2، ولكن المتفق عليه أنها جولة ثانية من لقاء موسكو التشاوري، والواضح أنها خرجت بما عجزت عنه الجولة الأولى، ولو أن ما خرجت به لا يرقى إلى مستوى الآمال المتعلقة بهذا اللقاء. وحول آلية العمل واللقاءات والمشاركين، فإنه وبالرغم من محاولة بعض الأطراف السياسية والإعلامية تشويه الصورة وتعتيمها وإضافة المصطلحات إليها، يمكن الاتفاق على ما يلي: إن الاجتماعات خرجت باتفاق على الفقرة الأولى من الورقة التي تم اعتمادها بعنوان تقييم الوضع الراهن، والتي تنص على تسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على مبادئ جنيف 1، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو، تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف 3. وهنا تبدو إشكالية حقيقية، فما حصل داخل الاجتماع كان بالإجماع والتصفيق، وتم الحديث عن ذلك علنا وعلى مرأى ومسمع من قبل وسائل الإعلام. الورقة المتعلقة بالبند الأول تم اعتمادها بالإجماع داخل القاعة، وأكثر من ذلك بالتصفيق، وهذا المصطلح هام. أنت تعرف أنه عندما يعتمد شيء بالتصفيق فهو يتجاوز معنى الإجماع إلى معنى الاستحسان والثناء على ما تم. وهنا
يمكن الانطلاق إلى أمر آخر، وهو الخلافات التي دبت بين الشخصيات المعارضة بعد خروج الورقة والاتفاق والتصفيق عليها. ويمكن أخذ مثال على ذلك ما جرى بين قدر جميل وسمير العيطة في مؤتمرهم الصحفي بعد انتهاء الجولة الثانية. هو حدث غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية، وأرجو من كل الذين كانوا يتوقعون سقف أعلى لنتائج هذا الاجتماع أن يأخذوا هذا الإنجاز بعين الاعتبار، لأن هذا الإنجاز أسس لنجاحات لاحقة. أن الاجتماع لم يلبي التوقعات، كان الناس ينتظرون أن نخرج بشيء يمكن أن يبنى عليه. خرجنا بشيء كما ترى اليوم هو في الأصل خلافي بين المعارضة وخلافي مع السلطة. وبالرغم من كل هذا فإن جهات كثيرة وشخصيات معارضة اعتبرت أن ما حصل يمكن البناء عليه، وانطلقت من ذلك لتقول إن الجهات التي لم تحضر اللقاء كالائتلاف مثلا مرتبطة بأجندات عربية وإقليمية ودولية، ولهذا لم تلبي دعوة موسكو. وعلى ما يبدو فإن قضية مكافحة الإرهاب ستكون أولوية في اللقاء القادم موسكو 3، وما يميز لقاء موسكو بشكل عام وبأرقامه المختلفة أنه لقاء سوري فقط. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الذي يسلط الضوء على موسكو 2، لقاء تشاوري بين وفود المعارضات السورية والوفد الحكومي الرسمي. لأنتقل مجددا إلى السيد كريم وأسألك بما تحدث به الأمين العام لهيئة العمل الوطني الديمقراطي، الذي قال إن انفراجات سياسية قادمة لأن الكل الآن يدرك حساسية الموقف والخطر القادم من الإرهاب والتطرف، ولكن بالرغم من كل أحد عم يشرح الواقع يتحدث عن الواقع، ولكن لم نرى هذه القفزات التي يحتاجها المواطن السوري موجودة. ببداية حديثك قلت بأنه كان في إيجابيات وكان في سلبيات، لكن لم نعلم حتى هذه اللحظة ما هي العوائق التي حالت دون التوصل إلى نقاط تكون واضحة علنية نهائية نقول بأنه هذا البيان نهائي أو هذه النقاط نهائية. هل تعتقد أنه كان في ربما عوائق حالت دون ذلك؟ المشكلة الآن ندخل في السلبيات. إذا كان تنظيم هذا المؤتمر من قبل روسيا أو من نظمه ل5 نقاط ولم يتمكن جميع الموجودين من بحث إلا نقطة واحدة، فهذا مشكل في إعداد هذا برنامج المؤتمر. لذلك عندما خرج المؤتمر ببحث نقطة واحدة و5 نقاط لم يبحث بها، هنا مشكلة. ثانيا بحث عن نقطة الإرهاب. هل القادمون جميع لموسكو فقط بدهم موضوع الإرهاب؟ هناك من يسألون في الشارع ماذا؟ هل حلت الأزمة؟ الشارع يريد سرعة في حل الأزمة. بس برأي الشارع الإرهاب هو المشكلة. نعم، بس في عندهم مشكلة الحوار بين الدولة أو الحكومة وبين المعارضين. الآن أنا أعترض على كلام الدكتور، قال يمكن أن يكون هناك 10 سنوات للتفاوض، ونحن تفاوضنا مثلا مع إسرائيل كذا. هنا الموضوع مختلف. هو كان الحوار بين يتحدث عن الوقت فقط، لأنه جاد سألتك عن أنه هل نحن نتفاوض هنا. نعم، كان الحوار بين الأخوة، ونحن بنعرف في سوريا أنه ممكن الأخوة يحلوا مشاكلهم في 5 دقائق. الشارع يريد أن يحل الموضوع سريعا، لأنه لا أحد يحس بالدم إلا نازفه، لا أحد يحس بالجوع إلا الجائع. طب خلينا نحكي شوي بصراحة. نعم. بموسكو 2 الجميع يتحدث عن حوار ويتحدث عن لقاءات، ولكن بجنيف كان الموضوع تفاوض. نعم. عم تتحدث الأطراف الدولية أنه جنيف رح يكون تفاوض. نعم. ليش اعترضت على نقطة التفاوض؟ نحن ما معترضين على التفاوض ولا معترضين على الحوار، نحن بدنا النتيجة حل أزمتنا بسوريا. نحن الآن في مشكلة عظيمة كبيرة،
الآن إذا بدنا بس ناخذ الكلام لغة عربية، المشكلة ليست لغة عربية وليست كلمات سياسية، المشكلة مشكلة بلد الآن يعيش أزمته بكامل. كيف تصور. كانت برأيك الرؤية الأفضل لما عم تقول أنه يعني موضوع الإرهاب وأنه الشارع يسأل ما هي الطرق الأفضل التي كان يجب أن تتخذ؟ طبعا أنا ما بقدر أحكي بوجهة نظر حكومية، أما الشارع هو الشارع. أنا عم بحكي عن حضرتك. نعم. الشارع شو مثلا لو بإيدك لو أنت مكان البروفيسور نعومكن، نعم، ماذا كنت قد فعلت؟ أولا يجب إعطاء مكاسب للشارع من هذا المؤتمر، مكاسب سريعة لكي يكون مصداقية بين هذا المؤتمر والشارع. الآن يلي أبوه في السجن ينتظر من هذا المؤتمر أن يخرج أبوه من السجن، يلي محاصر في منطقة ينتظر من هذا المؤتمر فك الحصار. الآن بدنا نتائج، يعني طالب الشارع نتائج سريعة. إذا الآن بدنا نمد في اللقاء ونطرح 5 نقاط لا ننجز منها إلا واحدة، ولا يكون هناك موسكو 3 سريعا، ولا يكون هناك جنيف سريعا، طيب إلى متى سينتهي حل هذه ال5 نقاط؟ طيب. هل يريد 5 سنوات 10 سنوات؟ ألا تعتقد بأنه ممكن تكون هي ضمن آليات تابعة، ممكن تكون رقم 2 أو 3؟ أنتم حتى لم تنهوا موضوع الإرهاب، ألم يكن الأجدى أن يكون هنالك تعريفا واضحا للإرهاب من قبل الجميع في هكذا منتدى دولي؟ خلينا نقول نحن نطالب بالتمركز حول هذه النقاط وإيجاد الآليات ولكن السريعة. الإرهاب كلياتنا ضد الإرهاب، لا أحد يريد الإرهاب، أما أن يكون الإرهاب هو الموضوع البحث وينسى موضوع الحوار بين الحكومة والمعارضة كأنه أغفل أو نسي. اعذريني بدي أخذ دورك لأسأل الدكتور أحمد بهالنقطة، لأنه أكثر من حدا عرض هذه النقطة، أنه قبل الحديث عن مثلا الإرهاب أو تعريف الإرهاب كان من المفترض أن يكون هنالك جدول زمني أو أسماء معينة لمن هم معتقلون أو لمن في بعض الحالات يريدون معرفة مصيرهم أو المخطوفين أو المفقودين، وهي وجهة نظر أيضا السيد ياسر كريم. هل فعلا الحكومة لم تعطي أهمية لهذه النقطة في المنتدى؟ لا، بقول لك أول شغلة موضوع الإرهاب، يعني مع احترامي لرأيه للأستاذ، موضوع الإرهاب هو موضوع هام جدا، مو بس للحكومة السورية، للشارع السوري أو لغالبية الشارع السوري. واليوم موضوع الإرهاب هو موضوع دولي. إذا بدنا نرجع للنقاط ال10، يعني الموضوع هو عم يبسطوا كثير، إنه نحن بنقعد هلا كسوريين مع بعضنا حتى من دون ما نطلع لبرا ما نبوس شوارع بعض وتنتهي الأزمة. يا ريت لو بتصير هيك، يا ريت. يعني اكيد بيكون على مثل ما بيقولوا الحكومه اكيد موافقه على هالشيء، بس النقطه الاهم انه اليوم انت موضوعك موضوع دولي، نحن عم ننسى دور الدول الاقليميه بالعمليه كلها، يعني نحن عم ننسى الدور القطري والدور السعودي والدور التركي والدور الاسرائيلي اللي هن الاساس المشكله. اذا بدنا نرجع للنقاط ال10، انا بقول لك من وجهه نظر يعني كوفد الحكومي او حتى كنظر شخصيه كمواطن سوري، انا عندي النقطه الثانيه هي اهم شيء في كل النقاط ال10. إذا بترجعي عندك موجودة يمكن الورقة النقطة الثانية، هي مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الدول العربية والإقليمية والدولية اللي عم تمارس اللي بتشارك بسفك الدم السوري من إيواء المسلحين وتدريبه. يعني أنا اليوم إذا تركيا ما بتسكر حدودها وبتمنع دخول الإرهابيين، هو صار ربط، ما رح تخلص. هو صار ربط بينه وبين قراري مجلس الأمن 2170 2078. طلبنا بتنفيذ كافة القرارات، ما حطينا أرقام. وهي النقطة اللي عم يحكي عنها الدكتور كانت كمان بالورقة اللي اتفقنا عليها وضفناها، هي النقطة كمان باللي تقدمت للحكومة. إذا أنا بدي إلي جزافة مثل ما عم يتفضل الأستاذ إنه أخي نحن ما لنا مختلفين كلياتنا مع الإرهاب، طيب كويس، نحن كوفد حكومي قدمنا ورقة إرهاب من 12 بند، ما دامك أنت مع الإرهاب ليش عم تختزلها ل4 نقاط أو تناقشها؟ مو أنت موافق؟ قرر لي إياها دغري اللي نحن متفقين عليها لننتقل للبند اللي بعد منه. ما دام هيك كانت القصة. وين نقطة الخلاف يعني؟ لما لا حدا عم يقول وين نقطة الخلاف؟ يعني مو هيك الموضوع انه لا شك ما في حدا كان موجود، يمكن كان في شخص وانسحب يعني ممكن يكون مع الارهاب، كلاتنا ومتوافقين على موضوع الارهاب. أكيد. بس ما فيني اقرر لك اياها انه خذوا هي 12 ورقه 12 بند. لحظه ما في وقت. تقدمت هي الورقه الساعه 7 ثاني يوم وبيخلص المؤتمر 6، مددنا ل9، فكان الموضوع انه اذا بدنا نناقش بند بهدول ال12 بقيان ساعتين طيب وبيخلص المؤتمر. طيب ما بناقش بند هو يعني ما البديل كان البديل انه يتم التوافق على موضوع الارهاب بنقاطه ال12 والانتقال الى النقطه الثالثه. استاذ فاتح
مرة أخرى الورقة التي قدمها الوفد الحكومي هي ورقة غير مستوفية الحق من منظور تعريف الإرهاب؟ سمحتي لي، ليس فقط التعريف. مثلا أنا لا أوافق لا الوفد الحكومي ولا الوفد المعارض، أنا المسألة مسألة إرهاب. الإرهاب والعنف هو وسيلة عنيفة تماما، لم يتم أي نقاش عن الطبيعة العقائدية والفكرية والاجتماعية لهذا الطرف. عندما يطرح مثلا موضوع الدكتاتورية نحن نناقش نظام بطابع معين، عندما يطرح موضوع الإرهاب قد يكون اليساري إرهابي وقد يكون اليميني إرهابي. هذا تعريف خاطئ بصراحة. يجب أن نحدد هناك طرف سياسي اجتماعي فكري ناجز تماما. طيب. ودرجة خطورته عالية جدا. طالبتم بتعريف واضح للإرهاب؟ طبعا. أنا مثلا تقدمت بمشروع واضح جدا، تذكر دكتور كزبري. وأول نقطة به تعريف الإرهاب. بالنسبة لي هي جبهة فاشية بصراحة، ليس مجرد الإرهاب هو صفة لاستخدام العنف. عنف له طابع إرهابي، بمعنى خلق روح إرهابية بالطرف الآخر بوسائط عنيفة فقط. أما هذا لا يحدد شيء حول طابع الطرف الآخر. المطلوب التحديد ووسائله بالتالي اللي هي الإرهاب عمليا. وأنا أخذ عدد من النقاط كما ذكرت الست نجد، كان الوقت ضيق جدا بصراحة. بالتالي أنا وياك 4 نقاط تمام. بالتالي لا يستغرق لا يسمح الوقت بذلك. أما الإرهاب أو ما يسمى بصراحة الفاشية، الجبهة الوحشية بصراحة، الجبهة الوحشية في المجتمع السوري الآن هي كالجراد تريد أكل المجتمع السوري بكل المعاني، تريد تدميره حضاريا حتى ليس فقط عسكريا. هذا أمر مهم جدا جدا. أولا لكل الأخوة السوريين بصراحة جرى حوار ذو مغزى حول الأوضاع الراهنة، وكان يمكن أن نبدأ حوارا ذو مغزى حول النقطة الثانية جدول العمل، وهو أمر مهم. أي عملية تشاركية دون أن نعرف عن بعضنا البعض. أنا مثلا إذا كان يريد الوفد الحكومي أن يضع الأمر كما الروس كما الأمريكيين، وأريد الآن أن أقول الروس أكثر مبدئي بهذا الأمر، يعني فقط في إطار ممارسة عنيفة لطرف اجتماعي سياسي، أنا لا أوافق أبدا. هذا ليس هو الإرهاب. هي وسائل، هذا عنف بيستخدمه طرف اجتماعي سياسي فكري كما ذكرت، مطلوب تحديده. هناك الكثير من النخب السوري بصراحة هي لسان حال الإرهاب، وتطرح على نفسها أو تقدم نفسها أنها ليبرالية أحيانا. هذا موضوع معقد، لا يجوز ابدا القفز فوقه نهائيا. بالتالي كان يجب تماما اجراء حوار حول هذا الموضوع غني. وانا اعتبر ان ورقه الوفد الحكومي كانت ناقصه جدا وكانت غارقه في التفاصيل القانونيه، ونحن نعرف جيدا ان هذه التفاصيل يستغرقها القانون السوري، نحن نعرف القانون السوري جيدا. كما ان هناك تفاصيل قانون تقوم على القانون الدولي بصراحه ذات قيمه بالتاكيد، انما في مجتمع دولي ليس امام مواطنين سوريين. نحن لسنا على هالدرجه من العداوه ولسنا في محفل دولي تعريف الإرهاب. طيب وصلت الفكرة إذا أنه كان تطلب من الوفد الحكومي أن يكون التعريف أكثر وعدم الدخول في التفصيلات القانونية. هذا جزء. طيب ما البديل؟ يعني لما عم تقول أنه الوفد الحكومي أطال هذه النقاط وفات ببعض التفصيلات، بعض التفصيل هلا قلت دخل في التفاصيل القانونية اللي بيعرفها الشعب السوري. هذه أنا أعتقد ليست إطالة، هذا وعي أو هذه طريقة في التعبير من قبل الوفد الحكومي لهذا الأمر بالتغاضي عن دوافعه. نحن لم نتمكن من نقاش هذا الموضوع، وبالتأكيد قدمتم تعريف للإرهاب أنتم في المعارضة؟ لا نحن في المعارضة لم يكن بيننا أيضا نقاش موضوعي وطويل حول هذا الأمر. بالتغاضي الآن إن كانت هناك إمكانية وجود خلافات أم لا، وأنا أجزم أن هناك خلافات بصراحة حول هذا الموضوع. طيب الخلافات الموجودة حول الإرهاب هل تعارض النقطة اللي ذكرها السيد ياسر كريم بأنه هي النقطة الأساسية الجدلية اللي لازم تقضوا فيها أغلب الوقت مع الوفد الحكومي بعيدا عن التفصيلات اللي ذكرها؟ أنا باعتقادي صديقي السيد ياسر هو مرة أخرى مثل قسم من الأصدقاء المعارضين يعتقد تماما وهو محق بهذا الاعتقاد أن المضي إلى القضايا التنفيذية العملية يترك آثار إيجابية جدا في الوسط الشعبي ووسط المعارضة، ويسمح للوسط الشعبي أن يعتقد أن العملية السياسية الجارية عملية جدية وتترك أمل حقيقي. لكن هذا الأمر ليس صحيحا أبدا أننا نستطيع الحل الأمور ب5 دقائق أبدا أبدا أبدا. في وسط المعارضة نحن على خلافات ليست بسيطة، وبيننا وبين الطرف السلطة السورية خلافات عميقة وتاريخية، وبالتأكيد هناك غياب عميق لموضوع التواسق. حتى الآن لم نناقش مفهوم الشراكة، مبدأ الشراكة. طيب بالتالي هذا الأمر حتما سيستغرق. ولكنك قلت قبل قليل بأن دكتور بشار جعفري قال نحن والمعارضون شركاء بالعملية السياسية. لا أنا قلت نحن لن نناقش مفهوم هذا المبدأ. بالنسبة لنا هو إعادة نظر كاملة بكل المحتوى
والعلاقة الشكلية بين السلطة والدولة هي علاقة ابتلاعية. اثنين، بالتالي أنا بعتقد تماما أنه هي المسألة أيضا نحن يعني لازم ننتبه بصراحة بدون استغراق النقاش بهالمسائل. نحن في الورقة المتفق عليه وضعنا نقاط استناد بعد النقاش حول الوضع الراهن. الوضع الراهن ما هو؟ صراع أطراف، تناقضات، وقائع كارثية في الوضع السوري، الانقسام الوطني، الكتل الاجتماعية، هذه الوقائع التي طرحناها بمقاربات سياسية. بعد ذلك تقدمنا بعدد نقاط توافقية، وهذه النقاط بصراحة كما قال الدكتور هي تمتد إلى ميادين مختلفة عن موضوع فقط الوضع الراهن. نحن ذكرنا مثلا موقف تجاه الإرهاب. قديش كان في التزام من الحكومة أو الوفد الحكومي على الأقل من الورقة اللي قدمتها المعارضة خلال اليومين قبل أن يصل الوفد الحكومي؟ أنا أعتقد أن الورقة التي قدمتها المعارضة أيضا مست العديد من الميادين، مست الأسس أو المبادئ العملية الحوارية. هذه الورقة أيضا شملت عدد من المبادئ الحوارية وشملت أهم التحديات الوطنية. نحن نعتقد في ورقة المعارضة هي 4 تحديات. أول شيء إنه في إرهاب، إنه 4 ذكور وأنا امرأة، فهذا إرهاب إنه أنا يعني عم ياخذوا دوري وعلنا. لا بس فهذا إرهاب. بس كأمين أحد أشكال الإرهاب اللي عم تمارسوها علي. مارسي سلطتك السياسية، لأنه كنت ممن صاغ أيضا الورقة. دور كامل يعني. كنت ممن صاغ الورقة. سمحتي لي انتهى دوري؟ لا تفضل كفي مشان أرجع لك. أوكي. بالتالي ورقة المعارضة أيضا شملت عدد من أهم التحديات الوطنية اللي بتتعلق فعلا بموضوع وقف العنف القائم الكارثي. 2، موضوع التغيير الديمقراطي للجذر الشامل أيضا بعملية تشاركية مع الوضع القائم من قبل السلطة. 3، موضوع الإرهاب، تعريفه وأهميته وخطورته وبصفته. طيب. الخطورة رقم 1 اسمحي لي التدخل الخارجي والاحتلالي، هذا مهم جدا. بعدين الآثار الكارثية للأزمة، هذه تحديات موجودة وفي هذه الورقة 10 نقاط، هناك طيب. عديد من النقاط وجدت فيها. ست مجد، كنت أيضا مع أستاذ فاتح مع مجموعة من المعارضين، قدمتوا ورقة وضليتوا يومين تحكوا بالورقة، حتى بالمصطلحات اختلفتوا على المصطلحات، لأنه كل مصطلح كان ممكن يؤدي إلى بناء أو وفقا جنيف، هي الاعتماد على جنيف مع الحكومة. واحد. لا قبل باليومين الأولين. هل سؤال مباشر لأنه ما جاوب عليه الأستاذ فاتح بشكل مباشر، هل كانت الحكومة السورية أو الوفد الموجود على طلع فيك لأنه ما في غيرك في الوفد قد أبدى جدية كاملة بالورقة اللي قدمتها المعارضة وتحدث معكم بهذه البنود اللي موجودة؟ بدك جواب مباشر؟ لا مباشر. أعطينا البنود يلي ما كان فيها جدية. نحن فعلا اشتغلنا يومين على ورقة تقريبا توافقية ما بين الوفود الموجودة كمعارضة. وقت اجى الوفد الحكومي تقدمت هاي الورقة للوفد الحكومي اللي هي مثل برجع بقول لك كثير فيها شغلات يعني بنود متوافق عليها هون. الوفد الحكومي كان هاي اللي قلت لك الحرفيه والمنهجيه اللي هي صح كان عم يشتغلوا عليها، بس نحن كانت وجهه نظري انا انه ممكن تجاوزها ما بين بعضنا كسوريين، ممكن نتجاوزها يعني حتى نقرب. الوفد الحكومي بنظره انه هو ما بيستلم ورقه جاهزه. اوكي. نحن بعد ما خلصنا النقاش ثاني يوم اول يوم المساء خلصنا النقاش. ايه بس انا كلمه ما بيستلم ورقه جاهزه، كيف بده يستلم؟ يلي لحظه لا هذه حتى على المبدا يستلم ورقه ونصير نقاش على ورقه. ما بنقدر نستلم ورقه جاهزه منكم، نحن جايين للناقش. اسمحي لي، لا اسمحي لي، بس هي النقطه هي كثير نقطه مهمه. اذا بتريدي عم تقول يوم اسالك الدكتور جعفري قال من خلال كل قعدتنا هل لازم في كذا نقاط ممكن نحكيها. هل لازم الوفد الحكومي يستلم ورقه جاهزه ام تتناقشوا على الورقه؟ انت قلتي لي جواب مباشر. انا بدي جواب مباشر. فانا جاوبتك مباشر. لا والسبب مزبوط انه نحن لازم نتناقش عليها. وقت اللي خلص اليوم الاول يوم المساء الدكتور جعفري قال من خلال هلا هو مدرب اكثر طبعا، يعني هو عنده حرفيه اكثر بكثير من خلال وجوده برا، فهو قال انا هلا كثير في نقاط مشتركه بين ما ذكرتوه بين نحن وجهات نظرنا، فذكر كذا نقطه انه شو رايكم يكونوا هدول النقاط هو عم يحكيهم حكي، فنحن كتبناه هون. اوكي، اخذنا هاي النقاط ورحنا على الفندق.
بالفندق حطينا ورقتنا ورقه النقاط يلي طرحها الدكتور جعفري، ووجدنا انه في كثير تشابه بيناتهم. صغنا ورقه موحده ما بين الورقتين. وثاني يوم انعرضت رجعت وتقريبا تم التوافق ما بيننا وبين الوفد الحكومي على 99%. اختلاف جمل يعني كانت، بس ما في مشكله. هلا قلتي لي انه هن ما بيستلموا ورقه جاهزه اول يوم. انت سالتيني اول يوم. لا انا قلت تماما، قلت لي استلموا الورقه الثانيه موجوده، يعني بالنتيجه الوفد الحكومي قبل الورقه اللي قدمتموها. طبعا. انا شو بدي باليوم الثاني ولا العاشر؟ مهم قبل هالورقه ولا لا؟ ما قبلها لانه هي موسعه اكثر. هي موسعه، الورقه اللي عملناها كمعارضه موسعه اكثر. دكتور احمد، ليش ما قبلتوا الورقه الموسعه اكثر يلي قدمت من قبل المعارضه؟ هن قدموا ورقه. لا مزبوط. لا اذا انتوا هن حاطين في ورقه، في فرق، انتوا حاطين ورقه على كل البنود. ايه تمام. نحن عم نحكي على البند الاول. تماما. تمام. اخذنا الورقه تبع البند الاول وقدم مقابلها من قبل الوفد الحكومي ورقه من 8 نقاط مقابل الورقه تبعهم، صح ولا لا؟ صحيح. في المساء الاول 7 تم النقاش بين الطرفين، واجوا ثاني يوم قدموا ورقه اخرى مؤلفه كمان من 8 نقاط. صحيح. تمام. بعد مداولات اكثر من شي ساعتين خرجنا بورقه تضم دمج الاوراق كلها مع بعضها اللي هي ورقه ال10 نقاط. واللي سمى عليها التوافق كلها. معناتها هون مو انا ما قبلت منك ورقه ولا فرضت عليك ورقه بنفس الوقت. نحن قدمنا اوراق وانتم قدمتوا اوراق. تمام. وتناقشنا بهالافكار الموجوده بالاوراق وطلعنا بالاخير بصياغ متفق عليها بين الطرفين 100%. انا ما عم بذكر هذا الكلام ابدا. بس اول ورقه اللي قدمناها اللي كانت موسعه انه ما بصير يستلمها الوفد الحكومي لان هي ما موجوده بجدول الاعمال انه تستلموا ورقه. بس هذا باختصار شديد يا استاذ فاتح لانه انا راح اذكر النقاط اللي اخذ الوفد الحكومي بعين الاعتبار عاليا وموجوده في ورقه المعارضه. واحد، كل ما يتعلق بموضوع جنيف. في ورقة المعارضة في نص حول جنيف. طيب. كان نص أحادي الاتجاه بصراحة. في الورقة المشتركة، ورقة النظام قبلا بصراحة صار عدة أوراق بالتدريج خلال مشاريع عديدة. بالأخير في الورقة النهائية أنا أجزم أن النظام أو عفوا وفد الحكومي قد قرأ جيدا جدا وبتمعن شديد وبتدقيق ورقة المعارضة والمجتمع المدني حتما. طيب. وحاول أخذها بعين الاعتبار من منظوره إلى أي درجة يمكن أن يصنع توافقا. أخذ التوافق في نقطة التسوية حول موضوع الأزمة، حول أساسها، حول جنيف تماما كما ورد حرفيا تقريبا بموضوع العقوبات والحصار، بموضوع اللاجئين وما شابه، أيضا أسس العملية السياسية، الحفاظ على السيادة الوطنية، وحدة سوريا والشعب، الحفاظ على مؤسسات الدولة. العديد من النقاط أخذ بها تماما، زائد وعي معرفي بنقطة، ناقص وعي معرفي بنقطة أخرى، وبالتأكيد صارت هي عبارة عن ورقة مشتركة. كل طرف كان يقدم ورقة ويأخذ ورقة من الطرف الآخر. لا شك الورقة هي كانت ورقة مشتركة بالتوافق 100%. طيب. ولا حدا اعترض أول نهائيا، حتى اللي قال إنه حتى كان قال موافق عليها. بعدين بدي اسال الشيخ الملحم وارجع لك استاذ ياسر بموضوع ايضا اللي طرحتموه على الاقل بالهيئه، لنشوف انه استنادا الى ما جرى في موسكو 2، هل تعتقد انه رح يكون في موسكو 3 اخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه من نقاط؟ إذا ما كنا بكرة عنا موسكو 3 مثلا، بنقول أنه نفس النقاط يلي عرضت، أولا الأفكار حول تقييم الوضع الراهن، ومن ثم منتابع موضوع الإرهاب وتعريف الإرهاب، وناخذ رأي الأطراف المعارضة ورأي الوفد الحكومي بهالنقطة إذا كان في بكرة موسكو 3. أنا أعتقد بالنسبة إن حدد موسكو 3 أو جنيف 3، أعتقد بالنسبة لورقة جدول الأعمال التي اتفق عليها وكانت هي المنهج الذي يتباحث فيه المعارضات ما بين بعضها وما بينها وبين وفد الحكومة. لم أرى أنا أحد من الذين كانوا موجودين إنهم يعترضون على بند من البنود. أنا الذي رأيته من الجميع، من كل من حضر، طبعا أنا أشكرهم وأقدر يعني مواقفهم. السوريين الذين حضروا كانوا متخلين كثيرا منهم عن الأجندات الخارجية وعن الإملاءات. طب قديش نفرض أنه الكل وافق، قديش هذا رسملته على الأرض، قديش رح يأثروا على الأرض؟
من المعارضين الموجودين. سيدتي إذا بدنا نحكي نحن بالتأثير على الأرض، هذا شو تأثيره، هذا مع احترامي يعني الكثير مننا غير مؤثر، ولكن نحن نتكلم عنهم من هم معتبرينهم اليوم كمعارضات مسجلين لدى أجندات خارجية، هذا بتيار سياسي، هذا كذا، ولكن نحن بس بالنسبة للمؤثر أنا مع احترامي للجميع لن يكون هنالك من هو له تأثير إلا من هم موجودين على الأرض السورية ومن هم عانوا ومن هم يعلمون. من هم أنا بقول لك السوريين اللي موجودين الذين يعانون من أول يوم من الأزمة، من أول يوم من هذه المحنة، من الذين صار في توافق بين المعارضات وبين وفد الحكومة على ورقة وطلعت للإعلام، قديش هذا ثاني يوم بتطبق على الأرض، على المسلحين، على الجايين من برا عم يقاتلوا هون، هي النقطة مع احترامي من شخصيتين أو ثلاثة ادعوا بأنهم مؤثرين على الإرهاب وعلى الإرهابيين والمسلحين في موسكو كانوا، أنا أعتقد أنهم لا يؤثرون ولا على مو فصيل على شخص أو شخصين. طيب. أنا أقول بالنسبة لمن هم مسلحين ومن هم إرهابيين بكافة أشكالهم وأنواعهم ومسمياتهم لن يكون لهم تأثيرا ولم يكون لهم ندا إلا الجيش العربي السوري والدول الراعية عندما تقتنع بأنها يجب أن تنهي هذا الإرهاب، يجب أن تتخلص التدوير. يعني بمعنى آخر بس كل ما يتم الاتفاق عليه سواء كنا بالبند الأول أو بالبند العاشر شو تأثيره على الأرض إذا أنا ما كنت عم كافح الإرهاب، إذا ما الدول سكرت حدودها، إذا ما توقف التمويل وتوقف بعد الإرهابيين والسلاح والتمويل، شو كله فائدته؟ ولا شيء، صفر. حتى منهم يتمسكون بالأساس بمبادئ موسكو واحد وهيئة الحكم الانتقالي وغيره وكذلك من هالأمور. يعني احنا طلبنا عدة مرات بلقاء المعارضة مع بعضها وبلقاء المعارضة مع الحكومة، طالبنا أن نتفق نحن كسوريين وموجودين في موسكو أن نتفق على تعريف هيئة الحكم الانتقالي، مبادئ موسكو ما هي. هنالك من هم أرادوا عدم النقاش في هذا الأمر ويعتبرون مبادئ موسكو هي قرآن منزل لا يمس فيها ولا يقبل النقاش فيها، وكذلك من هو يبني مبادئ جنيف واحد. بس اسأل الدكتور أحمد الكزبري سؤال مباشر كمان دكتور، لأنه من رأي السيد ياسر كريم أنه أنتم عندما تأتون من جنيف أنتم تعالجون بالأساس قضايا كبرى، لا أحد ينكر بأن أيضا التدويل موجود، لا أحد ينكر بأن الإرهابيين والمسلحين والدول الممولة موجودة، ولكن ما قصده بهذه الجزئية أنه نريح شوي على الأقل الشارع السوري المحتقن بكثير من حالاته وننجز جزئية من الآلية اللي قلت أنه نحن رح ندخل بها بهي الآلية إذا ما دخلنا بموضوع المعتقلين المخطوفين المفقودين. يعني كان من وجهة نظر بعض المعارضين أنه تحملوا هالورقة وهالأسماء وتجيبوها معكم من موسكو بحلول نهائية. هل هذا كان ممكنا من وجهة نظر الحكومة؟ لا لك هلا الملف الرئيسي اللي بيحكوا عليه أغلب المعارضين هي موضوع المعتقلين، تمام؟ رغم انه في كل اسبوع في عالم تطلع، تحديدا قبل بيومين ثلاثه من المؤتمر موسكو تم اطلاق سراح 683 معتقل، وهذا الكلام انحكى على لسان الوزير لافروف وتم التوجيه فيه شكر للحكومه السوريه. هذا بس يعني هو مؤشر ايجابي على تفاعل بالعمليه، يعني تمام. العدد يعني 683 اللي طلعوا هو 683 اللي طلعوا، مو اللي طلع فيهم قرار يطلعوا. لا مو موضوع قرار، مو يعني موضوع قرار، هذول تم اخلاء سبيلهم. هناك احاديث ان هذا رقم لم يطلق سراحه فعليا. مو هون القصه. يعني النقطه الاساسيه نحن يعني شو الاجراءات هي بناء الثقه اللي كانت محطوطه، موضوع المعتقلين، موضوع المساعدات، وهذا كله شغال على الارض. موضوع المساعدات الانسانيه فعليا هذا شغال على الارض، في داخل في موضوع الامم المتحده موجود ومكاتبها موجوده في دمشق. طيب. تم طرح مثلا موضوع الجوازات السفر وتم نقاشه هذا فعليا، تم نقاشه اكثر من اخذ حيز اكثر من نص ساعه يعني من النقاش. ففعليا معناتها الحكومه كانت جاده، وفد الحكومه كان جاد بكل النقاط وجاهز
لمحاوله كافه النقاط. انا رح ارجع لك بس مشان توزيع الوقت. لا بس بدي اعترض بس على بس تفضل اعترض بس كلمه برجع لك بس مشان الوقت. معلش والله مهما اتفقوا اذا اتفقوا لفظ الحكومه والمعارضه فهو على الارض صفر. لا انا رح ارجع. اذا ما تم محاربه الارهاب كاساس حتى واغلاق يا سيدي. طيب انا خلونا بس سجليه نقطه اعتراض السيد ياسر. اليوم كان في متغيرات تقتضي بالمرحلة القادمة أن يكون هنالك تنازلات على الأقل، بحيث لا تمس بسيادة الدولة، لا تمس بسيادة القانون، لا يكون هنالك أي تجاوزات قانونية، ولكن يعني أنه بدنا حل. وهذا اللي طالبت فيه ببداية حديثك، أن الشارع السوري ينتظر إنجازات. ما هي الإنجازات اللي من وجهة نظرك ممكن أن ننقلها للشارع السوري على الأقل بحوار، إذا كان بدمشق ولا كان بإيران ولا كان بموسكو ولا كان أساسا بجنيف ولا بواشنطن، ولا ما بتكون واشنطن؟ احنا ما عندنا مشكلة. طيب. بأي مكان بيصل فيه لتوافق وبيكون في اتفاق دولي. إذا ما هي الإنجازات اللي بتشوفها لازم تكون موجودة؟ أولا أنا شعرت أنه راح من وقتي دقيقة، لذلك أعطوني دقيقة زيادة. دقيقة زيادة. بعدين معلش أنا واحد أنتوا أربعة. دقيقة زيادة. الجميع اعتبر مؤتمر موسكو مؤتمر بداية حوار. كيف يمكن أن يستمر الحوار وكيف ينتهي؟ طبعا ينتهي في النهاية في المصالحة الوطنية اللي احنا بنقول عليها 100%، ولا أحد بيرفض الشيء هذا. بدنا مصالحة وطنية. هذه الأربع نقاط المتبقية يجب حلها سريعا. نحن ليش بدنا وصاية؟ كلياتنا بيطالب أنه ما بدنا تدخل خارجي. طيب التدخل في المؤتمرات تدخل خارجي أم غير خارجي؟ نحن ليش ما نكون سوريين مع بعض؟ نحن ليش وضح لنا هالنقطة، ما الذي تعنيه بالتدخل بالمؤتمرات؟ تمام، أنا الآن إذا بدي أعمل مؤتمر بموسكو بدي أتكلف تيكيت وبدي أتكلف إقامة، وهناك لا يوجد وقت. عم نطلع ونرجع ما في وقت. قال ما في وقت. طيب نحن قاعدين في بلدنا معنا وقت، ليش ما نكمل مؤتمرنا في سوريا؟ ليش ما نكمل مؤتمرنا، وخاصة نحن موجودين معارضة داخلية موجودة، ليش ما نكمل هذه النقاط في سوريا؟ والمعارضة يلي خارج، في معارضة خارجية ما بتعترف بالمعارضة اللي خارج، من حقها أنه تكون أيضا موجودة. يجب أن يكون هناك سيستم أو نظام، المعارضة الخارجية تتفق والمعارضة الداخلية تتفق، صار الموضوع بسيط جدا. ليش عم ناخذ وقت طويل؟ بس حتى أنتم في المعارضة الداخلية متفقون؟ أنتم لستم متفقون. ترحب بيكون الحوار. أنتم لستم متفقون حتى في الداخل السوري. نحن نطالب. يعني هيئة التنسيق باتجاه، أنتم أيضا كل يوم عم أخذوا رد مع الهيئة، تتهمون وبتهمونكم. ما نطالب به ممكن نحن نكون أخطأنا فيه. نحن نطالب الآن بتوحيد الكلمة وإنهاء المشكل عما قريب. لا ننتظر من الرعاة الخارجيين انه يحلوا لنا مشكلتنا. والله فينا عقلاء، والله فينا حكماء، بس بسطت المشكله. معلش هي تبدا بسيطه. كل حل اكثر من اللازم. الحل يبدا بسيط. انا بالنسبه لي اول شيء اداري، واعلم بالاداره تمام. كل الحلول في العالم تبدا من فكره وثم يوضع السيناريو وتطبق نقطه نقطه. الان نريد حلا اداريا. في عندنا مشكله الان موجوده في سوريا، المشكله مسؤول عنها الجميع، نظام، دولة، حكومة، معارضة، صامتون، كلنا مسؤولين. طيب هل يوجد نظام أن نوفق فيما بيننا داخل أرضنا، ولا لازم يكون ندفع تيكت طيارة 170,000 ثمن التيكت لموسكو كله دفعوه المعارضة من جيبهم؟ يعني كيف يكون مؤتمر كمان المعارضين بدهم يدفعوا منهم؟ ما معهم فلوس بكل الأحوال. 4 أيام. والمعارضة الخارج دفعت من جيبها أيضا؟ ما بنعرف، اجوا درجة أولى في بعضهم. معارضة الداخلية 170,000 في بعضهم، يعني يسرنا له تيسير بكل الأحوال. و4 أيام فندق هنيك فقط، بينما ما في طيران غير ل7 أيام، 3 أيام تشنطت وكذا. بكل الأحوال أنا أطالب إنه يكون هذا الحوار يكون موجود في سوريا. ليش نحن ما بدنا نسوي في سوريا؟ ثانيا إنه القشور القيمة، نفوت للب الموضوع. ماذا يريد السوريون الذين استشهد أباهم؟ ماذا يريد الجائعون؟ ماذا يريد الخائفون؟ كل هدول بدهم في عندهم إرادة. نحن بنترك هالإرادة كلياتها وبنرجع من موسكو وما نسوي شيء، متفقين على نقطة الإرهاب، والله في خطأ. بعد القرار سوري القرار سوري برأيك؟ يجب أن يكون سوري. هلا بالمرحلة الحالية الآن معناها بكرة بتقعدوا مع بعض وبتنحل المشكلة؟ وتركنا مشكلتنا، أخذ مشكلتنا غيرنا.
نحن يجب أن تكون مشكلتنا سوريين سوريين. شو هذا معارضة وموالاة؟ احنا ما تركنا مشكلتنا يا استاذ. طيب. في عالم مين دول المشكله السوريه بكل الأحوال. آن الأوان أن نعود لرشدنا وعقلنا ونجعل القضية سورية سورية. إذا كانت القضية سورية سورية الحل بيد السوريين، لا الحل بيد موسكو ولا بواشنطن ولا بإنجلترا، ما في الحل بإيدنا. هل تدخل الوسيط الروسي؟ حتما تدخل. ما نختار اسماء. مين قال؟ هل تدخل بالنقاط؟ 100%. مين قال؟ ما انتوا قلتوا انه صغتوا ورقتكم. عفوا بس سؤال. لا ابدا. خليني افهم النقطة بسؤال. قلتم بانكم صغتم ورقة الوفد المعارض او المعارضات قدموها للوفد الحكومي خلال يومين قبل وصولهم. تدخل الروس في الورقة يلي قدمتموها للوفد الحكومي؟ ابدا. قالكم الوفد الروس او الوسيط انه لازم تحطوا البند كذا البند كذا ولا عرفها للورقة. اسمع جواب الاستاذ ياسر. الجواب بصيغة ثانية. قال قالت روسيا أن ليدر المعارضة، ليدر معناتها زعيم المعارضة، أحد الموجودين هناك. هذا خطأ. ولا قالت الحكي. هذا الكلام من الشخصية اللي قالتها؟ مين الشخصية؟ أحد الإعلاميين الروس. إعلامي ليس قرار. طيب لا عفوا. لا أستاذ فتحي أنا معي توصيف. أستاذ ياسر ليدر المعارضة على أحد مبنى الشخص. أستاذ ياسر عفوا. لا كلام صحفي. هي عم تقول لك كلام الميسر الروسي وليس كلام حكومي ممثل. لا كان واضح السؤال. هل تدخل المسؤولون الروس بكم كمعارضة؟ هل فرضوا عليكم بند؟ هل قالوا بأنه اجتمعوا هلا أو حطوا هي البنود؟ هل قالوا بأنه نطلب منكم أن تقدموا كذا وكذا إلى الحكومة أو أن تتساهلوا أو أن تغضوا النظر عن أي موضوع كان؟ بكل صراحة أحكيها. لا نحن على الإعلام. ولكن اختاروا الأشخاص. ابدا ما تكلموا في دعينا باختيار اشخاص، ولكن اختاروا الاشخاص. خلينا نناقش. وهذا مهم جدا. ان تختار الشخص معناته الشخصيه بدك اياه. الشخصيات لم تكن موفقه اللي اختارتها المنصات الروسيه. من يجب ان يكون موجود ولم يكن؟ هذا الكلام ما في راي خاص لانه كل مين واحد. لا ما عليه، انا بدي رايك لانه حضرتك جاوبت. المجتمع المدني في عندي اعتراض على والله بس لافهم النقطه. في واقع غير صحيح. والله رح ارجع لك بس لافهم مين الشخصيات اللي بده اياهم. عفوا لا في شيء عم بيقفله صديق ياسر. يعني الروس لم يقصروا. عفوا لا انا تفضل. يعني مثلا اختاروا شخصيتين من تجار من رجال الاعمال الخارجيين، السنكري والمحاميد. الا يوجد رجال اعمال في دمشق الان؟ اختاروا المجتمع المدني الخارجي، الا يوجد مجتمع مدني في داخل؟ في خطا بكل الاحوال. اجتهدوا وما اصابوا. اما تقولي لي ما في خطا، في خطا. ما في وصايه، في وصايه. ان كان بده موسكو ان كان جنيف كله بده يكون في وصايه. طيب انا رح ارجع لاستاذ فاتح عنده نقطه اعتراض، ولكن لانهي الحديث مع حضرتك بكلمه وصايه. عندما تقول انه كان هنالك وصايه، نحن نفهم بانه من A to Z المسؤولون الروس هن مسؤولين عن كل شيء، وهن حطوا وهن صاغوا القرار والبيان والنقاط، وهن قالوا لازم تعملوا كل شيء وحضراتكم رحتوا منفذين فقط عندما يكون كلمة وصاية. هل فعلا حدث ذلك؟ لا، ولكن حدث لأنه قلت وصاية. وصاية وتدعي السنكري والمحاميد أنه وصاية بالقانون معناها أخذ وكالة. لا 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 لا، وتدعي السنكري والمحاميد تجار خرجوا من سوريا، ما بنعرف تاريخهم، أما في تجار الآن موجودين في سوريا عم يدفعوا. اعتراضك فقط على هذه النقطة. لم يكن هنالك وصاية روسية؟ لا الكلام لا. أستاذ فتحي. أولا بصراحة قيلت بعض المسائل أنا أعتقد أنها تشكل ثقافة خطيرة الآن، والعملية السياسية في موسكو جارية. أنا أعترض كثيرا جدا على رأي صديقي اللي بيعتقد أنه بدون ما يكون في شيء على الأرض وتوقف الدول دعم لوجستي كل ما جرى في موسكو دكتور قيمة أحمد. طبعا. أنا أعتقد هذه ثقافة سلطة بصراحة، وكأنها تريد أن تقول لما له وزن على الأرض يعني شو راح يساوي بالحوار. أولا لن يكون هناك أي. أنا سألت السؤال وما كان يعني بعرف. أنا أقول هذه الثقافة تصب يا أختي. أوكي طولي بالك. أنا أقول ما طرحه الدكتور كزبري يصب في نفس الثقافة تماما، وهي ثقافة سلطوية تريد أن تقول فقط أصحاب القوة الآن المتوضع على الأرض ميدانيا عسكريا هي صاحبة النفوذ، هي بتتمون. أنا أقول الانقسام الوطني السوري لا يمكن أن يبدأ الحل بالمطلق قبل تحرير عملية سياسية. ماذا يعني تحرير عملية سياسية؟ يعني محتوى هذه الورقة بده يصيب كامل المجتمع السوري،
بده يخلق تناقضات بالصف الآخر، بده يحرر الكتلة الاجتماعية هي الآن مضغوط عليها من سيطرتين، ممنوع تصير قوة كي تصبح قوة على الأرض، كي ندخل في التفاصيل. واذا صار اسمحي لي لا تقاطعيني، كي نطرح مشروع. بدنا نفهم. اسمحي لي، الآن كأنه يقول النظام وكأنه ماضي لاقتسام الكعكة مع الطرف القوي، مع الفاشي، مع داعش، رئيس حرب داعش. هذه العملية السياسية اسمحي لي هي ليست عم تقتسم الكعكة، رجعت لحكي حسن عبد هي عملية. عفوا يا أختي، أنا عم بقول، أنا عم برد على ثقافة طرحت الآن. السيد حسن عبد العظيم ما طرحه أيضا هو فيه الكثير من الخطأ. النقطة اللي طرحتها أنا أقول الآن هناك ثقافة خطرة، نحن نمضي إلى ثقافة تشاركية. باعتقادي يدرك الدكتور كزبري جيدا جدا أن العملية السياسية السورية لا يمكن أن تتقدم بدون ما المجتمع، كتلتين اجتماع يصيروا مع بعضهم ونخبتين يصيروا مع بعضهم ضد عدوين. وهو يخطئ السيد حسن عبد العظيم، ورقتنا هذه على الأقل تشير بصراحة لعدوين، الفاشية وتدخل الخارج الاحتلالي. يدرك سيد كزبري صديقي أنه ما في مجال أبدا بدون مشروع سياسي جديد تشاركي في القرار السياسي، هذا يطلق طاقة اجتماعية وطاقة سياسية جديدة في المجتمع. طيب. لا يثبت الطاقات حسب التقسيم المطروح الآن. أنا بالتأكيد بس اسمحي لي، مشان أنا توزيع ما الوقت، أي تمول على الفاشيين، مشان توزيع الوقت. بس أنا بجاوب بسرعة هيك بسرعة يعني، بس يعني بس بسرعة هيك. لا رح تاخذي وقت، رح تاخذي وقت. أنا أخذت، أنا بس معلش لأوضح له نقطة. السؤال كان للشيخ نواف، وهو اللي قال المعارضات لا يشكلوا شيء على الأرض، وانا دخلت جواب على سؤال. لا ورح ارجع ثاني شيء ايه، نحن عم نحكي بدوله، ما عم نحكي بكعكه يا استاذي، نحن ما عم نتقاسم كعكه مع حدا، نحن دوله واجبنا نحميها، ما عم نتقاسم ولا نحن وقت عم نقول تشاركيه، والطرح اللي طرح من قبل رئيس الوفد بالكلمه البيان، هذا قرار الحكومه السوريه بمبدا التشاركيه، بس ما هو كعكه لا تتقسم. تمام، هو مو جيد، هو شيء طبيعي يعني ما هذا هذا شيء اساسي. امام احتكار السلطه هو شيء جيد جدا، هو شيء طبيعي. ثاني شيء انا بس بدي اذكر يعني نحن هنيك صار في كثير اعتراض على كلمه من الوفد الحكومي وطبقت هون. رجع شايف الاستاذ نحن حكومه سوريه مش نظام سوري، اكيد نحن حكومه سوريه. طيب فعلا انا سيدي في عدة نقاط طرحت الآن بدي رأيك فيها، يعني فيما يتعلق، أنا بذكرك في موضوع أول شيء اللي قاله الدكتور أحمد، إنه بالأخير إذا مهما اتفقنا على 100 ورقة هذا لا يعني شيء على الأرض. أنا هون معك حق، لا شك إنه في شيء تدخل دولي، ولا شك إنه في إرهاب على الأرض، ولا شك، بس لما بيكون في جسم سياسي حقيقي، في اعتراف سياسي. هلا حتى الدكتور جعفري هونيك اقترح انه انتم شو بتقدروا تعملوا كمعارضه تساعدوا بلدكم وتساعدوا الحكومه لهالمسلحين لهالقتل. نحن ما معنا سلاح، نحن معارضه سياسيه، هون الخلاف. نحن معارضه سياسيه، نحن اختلاف منهج وفكر، لذلك نحن ما بنمون على الشارع. الشارع ما بقدر انا مون على المسلحين، ما لي مونة عليه، وبرفض اصلا انه بس هي عكس فكره استاذ فاتح اللي حكى. لا ما ايه، انا برفض، لا هلا انا برفض يكون لي مونة على مسلحين. هذا مو نحن نهائيا. لذلك أنا بقول لما بيكون في حوار سياسي حقيقي، جسم سياسي حقيقي، بيطلع منه ورقة سياسية حقيقية، هي بتفرض بالأخير واقع دولي، تفرض واقع دولي يمكن ما تفرضه 100% في دول متعنتة، بس بتفرض إنه صار في فعلا حراك سياسي، في مشاركة سياسية، في اتفاق سياسي بيفرض واقعه دوليا. الدول يلي عم تدعم وتدخل وتمول وتسلح هالإرهابيين بصير إنه في ستوب. إذا ما صار هذا الجسم السياسي حقيقي، شو الملامح يلي رح تكون موجودة؟ وين النجاح يلي رح يحقق بهي المرحلة؟ لما عم تقولي إنه نحن ما بنمون ولا بدنا نمون على أكيد. المسلحين، لما بيقول الأستاذ فاتح إنه لا الموضوع مو قطع فقط، قلنا كلمة فقط التمويل أو هذا، لا خلق روح جديدة وجيل جديد، خلق مسار طيب سياسي. هذا شو ممكن يأثر؟ خلق مسار أنا برجع بعيد سؤالي، شو ممكن يأثر على الأرض؟ لا لحظة حقول لك شغلة، إذا كان في حوار سياسي ومشاركة سياسية لا شك ممكن تأثر على الأرض 5%. أما إذا ما كان في غير رأي واحد وقرار واحد وما في مشاركة سياسية، حيكون تأثيرها نهائيا على الأرض. بعد الفاصل رح نتحدث عن إيجابية فيها،
بغض النظر سواء أثرت تأثير كلي أو جزئي، بس في إيجابية بالمشاركة السياسية. بعد الفاصل رح نتحدث عن الآفاق السياسية المأمولة على الأقل، ما هي المعوقات، وهل هنالك من آمال جديدة بأن ننتقل بموسكو 3 أو بجنيف 3 إلى مراحل تكون أكثر التصاقا بالواقع السوري حسب البعض؟ بعد الفاصل. القسم الأخير من هذا الحوار عبر نبض الشرق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أنقل إليك شيخ لنتحدث عن عدد من الأسئلة أو المقاربات يلي عم تطرحها المعارضة، اللي عم تقول أن المعارضة السورية المأمول منها أن تحدث خرق ما في موسكو أو في سوريا لم تنجح حتى اللحظة بإيجاد تقارب سوري معارض ينتج على الأقل حلا مقنعا ممكن أن يقدم إلى الحكومة. هل فعلا المعارضة السورية، وخليني أتحدث عن المعارضة السورية في الداخل على الأقل، لم تنتج هذا الحل؟ أعتقد أنه بالنسبة للمعارضة السورية كان في الداخل ولا بالخارج، هذا الخرق أنا أعتقد أنه تحقق وحصل. إن كانوا يعتبر خرق من الحكومة بالمعارضة أو من المعارضة والحكومة، ولكن هذا الخرق تحقق في توحيد هذه الورقة واتفاق عليها بشكل كامل من كل الأطياف ومن كل الاتجاهات السياسية. تحقق. وأنا طبعا هنالك كلمة أريد التصحيح فيها، أنه على المعارضين غير مؤثرين، نحن كلنا أنا أقصد في ذلك ليس مؤثرين حقيقة على الأرض بالنسبة لمن هم مسلحين منهم اليوم، يقتلون السوريين، يقتلون الدولة، يقتلون الجيش العربي السوري، يقتلون ويدمرون كل شيء. لا أحد مؤثر عليهم إلا أسيادهم، إن كانوا التركي أو الخليجي أو الأمريكي أو غير ذلك. لن يكون هنالك أي من يؤثر، حتى من هم ادعوا بائتلاف الدوحة في جنيف 2 إنهم لهم الدور ولا مؤثر. أنا أؤكد لك ليس هنالك أي سوري، حتى من هو بالأمس غادر إلى تركيا زهران علوش، ليس له أي تأثير أنه قائد مجموعة مسلحة، نعم، ولكن هو قادر أن يتفاوض إن كان مع المعارضة ولا مع الحكومة وينفذ ما يتفق عليه. هو له معلم، كيف يقول له معلم وهو منفذ؟ طيب بدي أرجع شوي على الوضع الإنساني. ضمن اللقاءات وجه نداء إنساني إلى بان كيمون. السيد قدري جميل أيضا تبنى هذا الموضوع. السيد بشار الجعفري قال بأنه مش نداء إنساني، لكن هو نداء سياسي وليس نداء، لكن نداء سياسي للاستعجال أو للإسراع بعقد مؤتمر جنيف 3. السيد بشار الجعفري قال بأنه خارج سياق. طبعا هو تم التوقيت تبعه باليوم الثاني من المؤتمر. أنا بدي أفهم هالجزئية، ورح أخذ وجهة نظر السيد قدري وجهة نظر الحكومة والمعارضة. هو الدكتور قدري قام في عشية اليوم الثاني قبل اليوم الثالث اللي هو يفترض اليوم الأول للقاء وفد الحكومة مع وفد المعارضة، ووقع في عدد من المعارضين. هلا طبعا وقعهم لأنه ما كان يعني هن ما عارفين شو العواقب تبعها. في منهم وقت عرف تقريبا شو العواقب تبعه، ومنهم الشيخ نواف أعلن عمل مؤتمر صحفي مباشرة وانسحب منه. مثلا مدام مجد رفضت اساسا. نحن طبعا لا نحن مشان التوضيح من وقع طبعا هو عارف على شو وقع، ولا حدا عطم مش يعني غب وقع على شيء. احنا وقعنا طبعا على ورقه هي تعتمد على دعوه التعجيل في جنيف 3 ولكن هنالك يختلف طبعا بالتفسير. هيئة الحكم الانتقالي ماذا يقصد فيها؟ هل هي هيئة وقعت شيخ وبعدين عملت مؤتمر؟ نعم نحن وقعنا على هذا. هو من 3 نقاط 4 نقاط. تريد تعجيل بجنيف 3؟ طبعا نحن نريد. أنا بأكد لك حتى جنيف موسكو 2 أو 3 أو 4 لن يكون لها نهاية إلا في جنيف 3 أو 4 أو غير ذلك، حتى يكون لها رعاية دولية أممية متفق عليها. طيب. أما بالنسبة للنقاط هي ما كانت فقط لهذه، كانت تطالب بمكافحة الإرهاب والاستعجال بالقضاء على المسلحين
وغير ذلك. ونحن لم نختلف على تقديم هذه الورقة إلا في نقطة واحدة، إنها هذه الورقة كما جرت العادة في المؤتمر موسكو واحد، إنها توجه المؤتمرين إلى المجتمع الدولي بنداء إنساني، بنداء محاربة إرهاب، بنداء غير ذلك يخص السوريين. طيب. الخلاف هنالك أنه نحن وقعنا باليوم الثاني، اليوم الثالث اجتماعنا نحن وموفد الحكومة كما جرت أنها تكون ورقة متفق عليها أو تعرض على الحكومة وترفع باسم المؤتمرين كلها. تسربت بنفس الساعة وأعلنت وظهرت الإعلام. لا أعلم من، طبعا هي وقعت من الدكتور قدري اللي هو وقعها. عندما سربت واستغلت وهنالك من أراد أن يستغلها سياسيا، هنالك كان لنا موقف نحن من الذين وقع، نحن وهيئة العمل، كان الأستاذ محمود مرعي وحزب التضامن محمد أبو القاسم، وكان حتى من المستقلين السيدة كمان لما أتاسي، وصلت إلى بان كيمون أم السيدة لما أتاسي والسيدة ريم تركماني كذلك سحبوا توقيعهم واعترضوا عليها. هي أريد لها للورقة أنه تطلع باسم مؤتمر موسكو. طبعا كونها فشلت وأعلن البروفيسور نعوم باليوم الثاني في بداية الاجتماع أنه لا علاقة لمؤتمر موسكو ولا بالمشاركين في هذا النداء، لذلك دخل قدري جميل وحتى هو بذاته اللي هو معد الورقة قال كمان صراحة، أعلن صراحة أنه ما لها علاقة. طيب. وبالتالي كان في لها غاية معينة من طرحها بتوقيت معين. أنا رح جواب أيوة الورقة طبعا. تفضل. أنا أعتقد الورقة هي جهد من قبل يعني أطراف في لقاء موسكو تعتقد أن هناك ضرورة لتبني، كما كنا متفقين مع تحفظات بعض الأطراف في ورقة المعارضة على دور عملية جنيف ومبادئ جنيف من أجل تشجيع جنيف 3. وهذا الأمر بصراحة لا يتناقض إطلاقا مع الثقافة الروسية بخصوص القانونية والدبلوماسية بخصوص جنيف 3 أو كل مسار عملية جنيف. بالتالي هذا العمل كان خارج جدول العمل بالتأكيد، لكنه عمل مشروع إذا أراد الحضور أن يدفعوا بالعملية السياسية إلى جنيف، خاصة إذا كانوا هم مع عملية جنيف. أنا شخصيا أريد بصراحة أن ندفع باتجاه موسكو 3. أنا أعتقد أن موسكو 3 هو عمل أهم الآن من جنيف، لأنه باعتقادي أن جنيف الآن هناك صعوبة في التوافق الدولي على الرغم من كل الإشاعات حول الأمر، وبالتالي هذا الأمر مشروع بصراحة. وحاولت الأطراف التي تعتقد كما وضع في الورقة الأولى للمعارضة حول أهمية أو أساس العملية هي جنيف أن يدفعوا بالأمر باتجاه دبلوماسي وقانوني وسياسي. المعطيات شايفة رايحة موسكو 3 كما تأمل، ولا حسب ديمستورا اليوم اللي قال الاحتمالات الأساسية حتى الآن لا تزال، الاحتمالات الأساسية حتى الآن لا تزال باتجاه موسكو 3. أعتقد بنسبة ليست بسيطة أكثر من احتمالات جنيف. طيب. جنيف يحتاج إلى توافق دولي حول العديد من المسائل بصراحة، وإن كان سيعقد جنيف 3 الآن أنا أعتقد شخصيا بسبب التقدم الإيجابي الذي حصل في موسكو 2 ومن أجل تشويش عليه بصراحة. على الرغم من ثقتي العالية بالروس، الروس لا يستطيع أن يقولوا لا لجنيف 3 أبدا، عكس الأمريكيين يستطيعون أن يقولوا لا لموسكو ولا يعطوه كامل القيمة الدبلوماسية والشرعية والقانونية كما فعلوا في جنيف. وأعتقد هناك شيء من هذا الأمر أيضا في القاهرة لاحقا. طيب. وبالتالي مطلوب تشجيع موسكو 3. نعم، المطلوب تشجيع موسكو 3. بكلمة أخيرة ست مجد نيازي، رجعتي من موسكو 2 إلى دمشق، أو بنرجع لما رجعنا من موسكو 1 إلى دمشق أيضا قلنا بدنا نحضر ورقة عمل، جدول أعمال، بده يكون في نضوج بالأفكار أكثر من قبل على الأقل حزب أو أفكار مشتركة مع المعارضة. بتشوفي أن المناخ مناسب وملائم، وأنه العمل مع الحكومة السورية ومع وفودها في المستقبل ممكن أن يأتي بنتيجة لمصلحة السوريين في الداخل، أم ممكن أنه تقولي لا الحكومة في المرحلة القادمة ممكن تضع عراقيل للمعارضين مثلا؟ لا، أنا بتخيل أنه لما إذا هلا هي آخر مداخلة قبل اللقاء عم تقولي بكلمة أخيرة. إذا بكلمة أخيرة في أكثر من نقطة بسرعة حقولهم. أول شيء بدي أكرر شكري للأصدقاء الروس على الجهد يلي بذلوه وعلى كل شيء عملوه. أنا بعتقد في جنيف 3 وحيكون عفوا موسكو 3، هيك تصورنا في موسكو 3 حيكون
خطوة أو مؤسس لجنيف 3. نقطة ثانية بدي أقولها بالنسبة كسوريين، بعض المعارضين اللي كانوا بالخارج واجتمعنا فيهم هنيك، كان في شيء كثير إيجابي. خليني أكون واقعية، في ناس أبدا ما لها مرتهنة للخارج، في ناس وطنيين، في ناس عم تشتغل لمصلحة البلد، وكانت فرصة حلوة إنه اجتمعنا مع بعض، وكثير في نقاط ممكن نبني عليها مع بعض. قصدك من اللي اجوا من الخارج، معارضة أو مجتمع مدني؟ دايما هون احنا بذهننا انه اللي بالخارج مرتهن وعميل مو الكل ابدا. وهي يعني انا عن نفسي صححت فكرتي بكثير امور او بكثير اشخاص كانوا موجودين. هي رأي الحكومة كمان؟ برأي وفد الحكومة؟ لا. طيب ما فينا نعمم، انا عم اقول وجهة نظري مو بالمطلق. بالنسبة لموضوع المعارضة السياسية بأكد عليها، وبتمنى انه يكون فعلا في جسد سياسي معارض حقيقي وفعال، ويعمل ورقة مشتركة ويتوافق عليها مع الحكومة السورية، لحتى نقدر نسحب التمثيل اللي بيدعوه جماعة الائتلاف انه هن الممثلين المعارضة. طيب. وهن المعارضة الموجودة بالخارج. ونقطة أخيرة، أنا بتمنى يكون مثل ما قال الأخ مؤتمر في دمشق. مؤتمر دمشق بيكون له غير صدى، ولكن بده توافق دولي وبده نية قادرة حقيقية. على أن تتبني بعض الشخصيات يلي قلتي أو قلتي أنها وطنية في الخارج. نعم. تتبنيها في دمشق؟ نعم أتبناها وبكل جدية، ولكن بوعد حقيقي من الحكومة السورية بعدم الاعتقال أو التعرض لأحد منهم. يعني بتمنى يكون وعد. في جواب أخير قبل ما أختم مع سيد ياسر بهي النقطة؟ نقطة انه هي عم تقول تتبنى بعض الشخصيات اللي قالت انها وطنية وتعرفت عليها بموسكو، تأتي إلى دمشق ليعملوا هذا الكلام انحكى من موسكو واحد. من موسكو واحد بس الحكومة تقدم ضمانات. منحكى من موسكو واحد وقالت الحكومة وقال الوفد الحكومي صراحة بموسكو واحد نحن نطمح انه يكون الحوار في دمشق، ودمشق ابوابها مشرعة لكل ابنائها إن شاء الله. الوطنيين اللي بيهمهم مصلحة البلد. طيب. وموضوع يعني نحن أجوبة سريعة لأنه خلص الوقت. حضرتك كعضو مفاوض في الحكومة، هل تعطيك موسكو قوة بينما جنيف لا يعطيك هذه القوة كمكان؟ أنا أتحدث، هل هناك فرق لكم في كحكومة؟ فرق كثير كبير بين جنيف اللي صار وبين موسكو هلا. أنا يعني أتحدث عن 3. هل موسكو 3 وجنيف 3 بالنسبة لكم المكان يعني له بعد قوي؟ لا ما بيهمنا نحن المكان، ما بيهمنا. كل ما بيكون نحن بس يعني أنا عم بحكي شيء منطقي مو كحكومة، أنا عم بحكي شيء منطقي على الأرض. أنا إذا ما بيكون في توافق دولي على الأرض، ضغط على الدول الإقليمية بإغلاق الحدود، توقيف التمويل، توقيف إرسال الأسلحة والمال، ما رح يصير في حل بسوريا. طبعا. طيب. هذا شيء أساسي. فقط دقيقة لو سمحت. مو كحكومة يعني هذا الكلام كمواطن سوري. الآن الصديق ياسر، شكرا دكتور. الصديق ياسر طرح عدد من النقاط مهمة بصراحة. أريد أن أقول ليس صحيحا أبدا أن ننتظر التوافق الدولي. والتوافق الدولي عملية معقدة جدا، وليس صحيحا أن نضع جنيف وموسكو في مقابل بعضهم البعض. وموسكو بالنسبة لي هو مسار أكثر إيجابية بكثير، وأعتقد أن نحن في سوريا نستطيع أن نفعل كثير جدا الأزمة السوري بحوار سوري. وإذا نقلناه إلى دمشق، وإذا رفعنا وتائر الاجتماعات، وإذا خلقنا منهج دقيقة لجنة للمتابعة، وإذا عملنا على أن تكون الورقة المشتركة نقطة استناد وخلق إضافات عليها، وبالتأكيد وللوفد الحكومي. طيب. هناك بالتأكيد عدد من الملفات تقع على عاتق المعارضة بالتشارك مع الوفد الحكومي حول العقوبات، حول الحصار، حول الملفات الإنسانية، نستطيع أن نمضي سوية فيها إلى مراكز قرار. لكن هناك ملفات لا يستطيع أحد أن يفعل بها شيء إيجابي إلا الوفد الحكومي، مثلا كسر احتكار الإعلام، مثلا هيئة حقوق إنسان. اسمحي لي معلش بس هي النقطة، ما أنتم عم تطلعوا معنا أكثر من هي أول مرة بيطلع عضو وفد حكومي. أنا ماني طالع على أي محطة تلفزيونية سورية رسمية لعلمك، كأني معاقب. عم تطلع عنا نحن قطاع خاص. أنت قطاع خاص، شيء مختلف. أنا عم بعرف شو عم بحكي. بالتالي هذه الخطوات السورية أنا هيك بعتقد بصراحة قصف المسائل إلى جنيف وتسويفها إلى جنيف وتسويفها إلى موسكو هو تماما إذا بدك رفع مستوى الخطورة على المواطن السوري. طيب. نحن نستطيع نفعل الكثير حتى لو لم نكن متمولين بأي درجة على أطراف العنف. شكرا أستاذ ياسر.
أختم بما قاله معارض كان موجود معكم هو سمير عيطل، يقول: نجح موسكو في تأمين شخصيات من الصف الأول، فقد شكل على عكس المحطات السابقة محطة مميزة، إلا أنه احتوى على وفد حكومي متناسق يحتوي رئيسا للوفد على أعضاء آخرين منظمين منسقين مقابل طيف متعدد التوجهات من المعارضات وأعضاء المجتمع المدني. حتى على الأقل من الصعب اختيار أي شخص من المعارضات التي كانت موجودة أن يقارع شخصيا أو رسميا رئيس الوفد الدكتور الجعفري. هذا شيء طبيعي. ما الذي يمكن فعله في المرحلة القادمة لأن نرى من هذه الشخصيات المعارضة أحد يكون لديه أجندة واضحة ومقنع ويكون ندا لند مع الحكومة السورية؟ الأستاذ سمير تكلم كلام جيد، ولكن ينقصه النظام المؤسساتي. نحن لا نقارع السيد الجعفري بشخص آخر، ولكن يجب أن نقارع مؤسسة بمؤسسة ليصبحوا شراكة. يعني اللي تكلم فيه السيد الجعفري قال شراكة. نحن الآن نريد أن نشارك الجعفري، لذلك لا يطلب منا من نقارع. نحن لسنا في الآن، إذا بدأ الحوار لسنا في حرب، نحن في حوار، والحوار تشاركي. يجب أن يخرج من هذه المؤسسة بعض الشخصيات التي تكمل المؤسسة الأخرى، منها ينتج الحل. طيب. أما أن نكون في صراع، لا، هذا بس هيئة التنسيق من القاهرة قالت بأنكم لا تمثلون المعارضة التي يبتغيها الشارع السوري. نعم. وأنتم لا تمثلونها في موسكو 2. برافو. دعيني أرجع إلى نقطة تأخذ دقيقة. ما تكلموا به الأساتذة عن ماذا نمثل، السياسيين ماذا يمثلوا، أو معارضي السياسيين معارضين ماذا يمثلوا في الشارع. السياسي يمثل ما يمثل بإنجازاته السياسية التي تصبح موجودة على الأرض. ماذا أنتجنا سياسيا كمعارضة؟ لا شيء للآن. أما إذا أنجزنا سياسيا شيء يفيد هذا المجتمع نصبح منجزين ويتبعنا من هو على الأرض. الآن الإنجازات السياسية ينتظرها الشارع، ينتظر الإنجازات السياسية من المعارضة ومن الحوار. الآن ما عندنا إنجازات، لذلك كيف بتشوف الرؤية بالنسبة للمعارضة اليوم؟ في عم تحكوا مع حدا من الخارج؟ في أفق لأي استراتيجيات أو خطط مشتركة؟ ما تفضلوا به الأساتذة، يوجد أشخاص جيدين جدا في الخارج، ليس كلهم عملاء. هدول الأشخاص الجيدين يجب استقطابهم. هدول بيكملوا الحركة السياسية وبيكملوا الترتيبة السياسية. إذا الآن بدنا نقول فقط السياسيين الداخل هن السياسيين الصحيحين، خلاص نسكر. تعملون على هذا الخط كمعارضة؟ طبيعي، نحن مع أي معارض سياسي صحيح. يعني ممكن أن تجيب لنا حدا منهم على مستقبلا نجري لقاء معكم؟ نرجو أن يكون هذا، ولكن أطلب ما طلبت به السيدة أن يكون هناك ضمانات حقيقية. يعني ضمانات حقيقية. ثانية بتنبيه صغير، هن طلبوا هذا الشيء. أنا طرحت هذا الموضوع هناك، إنه ليه ما تجوا نعمل بدمشق، نحكي نتحاور جوات الشام بسوريا، فقال بدنا ضمانات حقيقية. وأنا من هون بتمنى نداء صغير للدولة السورية، للحكومة السورية، وأخص هلا حضرتك كممثل للوفد، انه تبدوا انتوا الاكبر، انتوا بتستوعبوا اكثر، انتوا بمؤتمر حوار حقيقي داخل سوريا. يمكن اول واحد ما يكون دمشق واحد، مو جديد تماما، ولكن بيستقطب دمشق 2، دمشق حسب يعني جديته. شكرا. كلمه سريعه شيخ نواف. انا كلمه سريعه طبعا كما تفضل الاخوان، انا اشكر الجميع. وبالنسبه لمؤتمر موسكو 2 أو 3 هو الذي نعول عليه ان شاء الله يكون هو بداية الحل الأزمة وتفكير بالحل الأزمة والاتفاق عليها من قبل السوريين، إن كان حكومة أو معارضة. أما بالنسبة لمن هم يريدون المزاودة علينا فيما يتعلق بالمعتقلين، أنا أطالب كما كنت أطالب الدولة وأطالب الحكومة وأطالب الجهات المختصة ووزارة العدل بشكل خاص إن هذا الملف نحن نعلم حقيقة توجيه السيد الرئيس فيما يتعلق بالمعتقلين. أنا أرجو من المسؤولين في هذا الملف أن ينهوا لنا هذا الملف، ونعلم هنالك
مئات آلاف من هم بتوجيه من السيد الرئيس منتهي أمورهم لإخلاء سبيلهم. طب بابا، ومين يعني بيمون على المخطوفين بالطرف الثاني؟ أيضا ملف شائك هذا، كمان ملف مطالب به كل المسؤولين عن الحالة. المخطوفين لا يمون عليه إلا تركيا والدول الراعية والممول الإرهاب، هذول اللي بيمون عليهم. أما أنا أتكلم حتى لا أحد يزاود علينا بهذا الملف. رسالتك إلى وزير العدل باختصار شديد. رسالتي للسيد وزير العدل وللجهات المختصة، أولا بالنسبة لمحكمة الإرهاب أتمنى فتح مكاتب في عدة محافظات. يعني معلش نحن كل المحافظات كلياتها محالة لمحكمة الإرهاب وكلياتها تصب وكلها 7 قضاة. هذا الأمر غير أتمنى. المكاتب. الشيء الثاني، هنالك من هم أوضاعهم متوقفة على تأشيرة بخروجهم وأنهاء الأمر. نحن إن كانوا منهم بالخارج يحملون ملفات بالآلاف والمئات وغيره، نحن نقابل ونحن الذي نعاني. ونحن نعرف أهاليهم ونحن الذي نعرف المعتقلين، ليس فقط في الجداول، نحن نعرفهم بمناطقهم وبآلهم. ونتمنى هذا الأمر أن وصلت كلمة أخيرة دكتور أحمد لو سمحت. يعني بس جواب على الشيخ نواف. طبعا ما في مسؤول بالدولة وقت بيكون في قانون صادر إلا بده يطبقه. يعني كمان أعطيك مثال، وقت صدر قانون العفو باشرت وزارة العدل مباشرة والتعاون مع وزارة الداخلية وتم إطلاق حوالي أو شمل المرسوم العفو أكثر من 15 أو 16 ألف هو عم يقول في بعض المعتقلين يعني بدهم تسريع. بس ما نعتبر، أنا بس النقطة تبعي إنه نحن ما نعتبر، طبعا في مشكلة بهالملف هذا، بس ما نعتبر حالات فردية أو حوادث فردية هي المعممة بالموضوع كله. طبعا اكيد في مشكله بهذا الملف وعم يتعالج بشكل دائم ان شاء الله. عند مين الملف اللي ممكن يتعالج بشكل نهائي؟ عند وزير العدل ولا القرار؟ لا هذا ولا القرار حكومي؟ لا في منه متعلق بجهات امنيه، في منه متعلق بجهات امنيه ومنه متعلق بوزاره العدل. شكرا جزيلا الشيخ نواف طراد الملحم امين عام حزب الشعب. شكرا جزيلا ستنا. شكرا. ولو اضطهدتيني اليوم بالنسبه للدور لصالح ست مجد اللي ما اخذ اعذرونا الايام قادمه. شكرا الدكتور احمد الحزبري عضو مجلس الشعب وعضو الوفد الحكومي في موسكو 2. شكرا جزيلا. استاذ فاتح جاموس، اشكرك وحضرتك القيادي في جبهه التحرير والتغيير. السيده مجد نيازي امين عام حزب سوريا الوطن، شكرا. وسيد ياسر كريم نائب الامين العام لهيئه العمل الوطني الديمقراطي بظهور اول على سما، اشكرك جزيل الشكر. الله يبارك فيك. شكرا. مشاهدينا القاكم دائما في نبض الشرق عبر تلفزيون سما. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل معي. السلام عليكم.